أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نارت كاسة، والذي يأتي هذه المجموعة من الحلقات تأتي بالتعاون مع مجموعة الأسرة. ومجموعة الأسرة هي مجموعة تواصل اجتماعي انضم إليها عدد من أعضاء الهيئة العامة والمهتمين بشؤون الجمعية الخيرية الشركسية، وهدفهم التحاور ومساندة ومساعدة الهيئات الإدارية المتعاقبة، وبتقديم التوصيات وبتقديم النصح والإرشاد، وعمل محاضرات وندوات بهدف مزيد من التوعية تتعلق في شؤون الجمعية الخيرية الشركسية والسعي في نهضة الجمعية الخيرية الشركسية. بهاي الحلقة بيسعدنا أن نلتقي مع عدد من أعضاء هيئات إدارية مختلفة متعاقبة، والهدف أنه نسمع التجارب المختلفة لهؤلاء الأشخاص اللي واكبوا الجمعية الخيرية الشركسية في فترات مختلفة. بيسعدنا أنه يكون معنا اليوم الأستاذ نوزت أبدة، والأستاذ أمجد لمبز، والأستاذ دانيال قرش. أهلا وسهلا فيكم في هاي الحلقة. مساء الخير دكتور. أهلا فيكم. في بداية الحلقة طبعا إحنا حسب العادات والتقاليد الشركسية، حسب الأدية كابزة، دائما بنبلش من الأكبر عمرا، والأستاذ نوزت أبدة. في البداية إذا في مجال تعرفنا عن نفسك، عن نشاطاتك اللي بتتعلق في الجمعية الخيرية الشركسية والمؤسسات، لأنه فترة خدمت فيها بالجمعية الخيرية الشركسية. تفضل أستاذ نوزت. شكرا دكتور باسل، والله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. وبرحب في الإخوان المشاركين في هاللجنة أو هالجلسة الحوارية هذه بخصوص الجمعية الشركسية. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بحب إني أعرف زي ما تفضل أو سأل الدكتور باسل بمين أنا اسمي نوزت فؤاد أبدة، من سكان عمان، حاصل على البكالوريوس في الآثار والفنون من اليونان، والماجستير من الفاتيكان في إيطاليا بتخصص الآثار المسيحية والفنون المسيحية. عملت في عدة جهات حكومية طبعا خلال خدمتي قبل التقاعد في عدة وزارات، وتوجتها في آخر 15 أو 17 سنة كنت في وزارة السياحة والآثار. تقاعدت منها وأنا مديرية بسنة 1900 2008 سنة 2008. خدمت خدمة منيحة كانت إلي كعضو في الجمعية الخيرية الشركسية. أولا كنت أنا من سنة 72-73 وكنت عضو في نادي جيل ألعب كرة قدم. انتظمت طبعا بالجمعية الشركسية. توجت خدمتي كعضو هيئة إدارية ما بين سنة 2017 و2018، وحين قدمت استقالتي وطلعت من الهيئة الإدارية. بعد ذلك اشتغلت بمجال الاستشارات كفريلانسر بالقطاع الخاص، طبعا في التخصص تبعي بقطاع السياحة والآثار وتطوير المواقع والمنتجات السياحية في المملكة. متزوج وعندي بنتين مهندستين، وعضو في الجمعية زي ما حكيت لكم من سنة 72-73. وكنت عضو في عدة لجان قبل ما أدخل الهيئة الإدارية. اشتغلت كعضو اللجنة الثقافية بالجمعية، وعضو للجنة التراثية، لجنة التراث في الجمعية. وبعدين شجعني هالحكي هذا طبعا من بدون ما نذكر النشاطات الخاصة، كانت من خلال الأعمال التطوعية في مجال البر والإحسان من خلال عائلتنا ومن خلال جمعيات أخرى ثانية.
تشجعت أكثر، قلت إنه ممكن إني أقدم أكثر من خلال تواجدي بالهيئة الإدارية للجمعية الشركسية مشان خدمة المجتمع الشركسي، وفعلا هذا اللي صار. ودخلت أول مرة لانتخابات الجمعية الخيرية الشركسية بال2011 وما توفقت في الفوز بعضوية الجمعية، إلى أني رديت دخلت مرة ثانية في سنة 2017 والحمد لله توفقت فيها ونجحت بالانتخابات وعملت كأمين للسر في الجمعية الشركسية خلال السنتين اللي خدمتهم. تمام. يعني أستاذ للي حابب إنه يقدم لنا إياه أستاذ أمجد لمبز. نعم أستاذ أمجد، تفضل عرفنا عن حالك. يسعد مساكم جميعا. اسمي أمجد نجم الدين ضابط محمد إسحاق لمبز، متقاعد وزارة التربية والتعليم، خدمت لمدة 29 عام ونيف في التربية والتعليم في مناصب مختلفة. أحمل درجة البكالوريوس في التأهيل التربوي والدبلوم في التوثيق وعلم المخطوطات والدكتوراه تقديرية في الإدارة التربوية. عملت بداية حياتي في المجتمع الشركسي في لجان نادي الجيل الجديد وفريق كرة القدم واللجنة الرياضية بعد ذلك، ثم اللجنة الثقافية واللجنة الاجتماعية وعدة لجان. وكنت أمين مكتبة نادي الجيل اللي أنا رفضتها بعشرات الكتب من خلال وظيفتي بوزارة التربية والتعليم. بعدين صرت عضو هيئة إدارية بالنادي، وآخر منصب لي كان نائب رئيس، وقبلها كنت أمين سر نادي الجيل. بعدها انتقلت العمل في الجمعية. كنت سابقا وأنا شاب صغير أيضا في لجان الجمعية، وكنت داعم لبعض اللجان اللي ما كنت عضو فيها. بعد ذلك ترشحت لانتخابات المجلس الإدارة كان اسمها بذاك الوقت، ونجحت خلال الكتلة اللي كنت أنا من ضمنها، وكنت أمين سر لمجلس الإدارة مدة 2.5 سنين تقريبا في الفترة من 2009 ل 2011، وعضو في مجلس خلينا نقول عضو في أكثر من مجلس من جمعيات، وكذلك نقابة المعلمين بداية تأسيسها. وكنت رئيس نادي أصدقاء مدرسة الأمير حمزة لعدة دورات متتالية، وعضو اتحاد تنس الطاولة، عضو الاتحاد الرياضي المدرسي، وعدة نشاطات كثيرة كنت أشارك فيها من خلال الوزارة ومن خلال وظيفتي. بعض الأحيان في إدارة العلاقات العامة في الوزارة شاركت في عدة مؤتمرات كمنظم ومدير للعلاقات العامة في هذه المؤتمرات، مثلا مؤتمر Education for All اللي صار في بحر الميت، وأكثر من مؤتمر آخر إن شاء الله. تسلم، شكرا. أستاذ دانيال قرش، تفضل عرفنا عن نفسك إذا في مجال. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير طبعا للأخوان، ومساء الخير لكل أخوان المشاهدين معنا. بداية أنا اسمي دانيال محمد سعيد قرش، من مواليد عمان طبعا، متزوج، لي 3 أبناء. بعد تخرجي من مدرسة الأمير حمزة سافرت للدراسة هندسة الكمبيوتر في جامعة القبرديه في نالشيك الحكومية طبعا. بعد تخرجي عدت للأردن طبعا وخدمت في السلك الأمني. أعمل حاليا مدير لمكتب صاحب السمو الملك الأمير محمد عباس بن علي بن نايف، مستشار أمني وسياسي وعضو سابق في المنتدى الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إضافة لكوني عضو هيئة إدارية حالية طبعا في المجلس الأمناء. لي تاريخ طويل في العمل القومي والنشاطات الاجتماعية والفرق الفنية طبعا، شاركنا فيها النوادي الرياضية داخل الأردن وخارجه. أنا باحث في الشؤون الشركسية، عضو الجمعية الخيرية الشركسية في الأردن، وعضو الجمعية الخيرية الشركسية في ناجف. كنا بفترة اللي كنا موجودين فيها كان لي كمان نشاط حتى خارج الأردن. أتحدث 5 لغات بطلاقة. شاركت برحلتي الخيل التاريخيتين للأمة الشركسية اللي مثلت الهجرة الشركسية الأولى في سنة 1994 خط نالشيك عمان، والعودة تحت جناح صاحب السمو الملك الأمير علي بن الحسين. شاركت طبعا، كان لي شرف أكون واحد من الفرسان اللي شاركوا في رحلة العودة
زرت أغلب بقاع الشتات الشركسي، وأقوم بتوثيق وأرشفة كافة نشاطاتي من خلال أرشيف ومقالات أقوم باستمرار بنشرها على صفحتي وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول الشأن الشركسي. أستاذ نوزت، احنا بدنا نبلش من البداية في الوضع القائم للجمعية في المرحلة الحالية. الجمعية من سنة 1932 وهي قائمة، ومر عليها حقبات مختلفة، ولكن احنا بدنا نطلع على الحقبة اللي احنا موجودين فيها. ما رأيك في وضع الجمعية الخيرية الشركسية في هذه المرحلة؟ تفضل. شكرا جزيلا دكتور باسل على هالسؤال، وبعتقد هو سؤال بيأرق كل المجتمع الشركسي في الأردن. لا يخفى على أحد أنه الجمعية الخيرية الشركسية في الفترة الحالية تمر في فترة حرجة جدا وصعبة، وذلك واضح جدا من خلال ما نشعر به من فقدان ثقة ما بين الهيئة العامة للجمعية وهيئاتها الإدارية المتتالية. كمان نشعر أنه في نفور واضح من قبل الهيئة العامة من ارتياد الجمعية وشبه مقاطعة لها. أيضا في عنا عدم، يعني اللي بدي أقوله أنه بعض الهيئات الإدارية في آخر عقدين من الزمن كانت بجوز ما كان في رضا عنها في سبيل تطوير الأعمال الجمعية. وفي عدة، أنا كنت أشعر وكما بشعروا العديد من الناس اللي بعرفهم الشراكس، وجود مشاكل متعددة بين إدارة الجمعية وفروعها والمؤسسات الشركسية العاملة على الساحة الأردنية، ومشاكل أيضا ما بين الجمعية الشركسية في الأردن والشتات الشركسي والوطن الأم. والشيء اللي بعتبره من الضروريات ومن الأولويات في الجمعية اللي هو أولا ضعف إدارة الجمعية لافتقارها لنظام إداري ومالي اللي يحكم أعمالها. هذا طبعا أنا بحكي مما استنتجته من خلال خدمتي كأمين سر للجمعية. وبعدين في عنا مشكلة بعدم قيام الهيئة العامة بواجبها الرقابي للهيئة الإدارية للجمعية بالشكل الصحيح. ونقطة أخرى هي عدم مأسسة أعمال الجمعية الخيرية ومأسسة لجانها الداخلية العاملة في الجمعية، وعدم استقرار الوضع المالي للجمعية واستدامته لعدم الاهتمام بالشكل الصحيح بموارد الجمعية، وعدم استغلال أملاك الجمعية واستثمارها بالشكل المطلوب. بعتقد هذه النقاط اللي أنا عددتها يعني شعرت فيها وأنا كأمين لسر الجمعية، ولقيت إنه في ضعف كبير جدا في هذه المحاور أو هذه الاتجاهات. فلذلك بعتقد إنه هذه الأمور يجب أن تعطى الأولوية لأي هيئة إدارية سوف تحضر أو لكل المرشحين اللي بده ينزلوا للانتخابات القادمة للهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية. فهذه النقاط عملها تعطينا مؤشر واضح جدا على إنه الجمعية الخيرية الشركسية أنا من وجهة نظري تنزف. ما بعرف إمتى بتفوت الإنعاش، لكنها تنزف وسوف تفوت غرفة الإنعاش إذا ما لحقنا حالنا وعملنا إشي لنوقف هالنزيف اللي عماله بصيبنا. هذا لا يعني تقصير أي هيئة إدارية اشتغلت في الجمعية الشركسية. بالعكس، الجميع الهيئات الإدارية اشتغلت حسب قدراتها وقد ما قدرت تبذل لتحسين الوضع بالجمعية عملته، ولكن سبحان الله في ظروف معينة كانت تحيط بجوز بأعمال الهيئات الإدارية اللي كانت تعيق بجوز شوية
تنفيذ المشاريع أو الأعمال اللي كانت تفكر فيها الهيئات الإدارية المتعاقبة. فهذا حاليا أنا تصوري لوضع الجمعية الخيرية الشركسية في الوقت الحالي. تمام. دكتور أمجد، الأستاذ نوزت أعطانا صورة قاتمة عن الوضع الحالي للجمعية الخيرية الشركسية، ومن وجهة نظرك إيش بتحب إنك تحكي عن الوضع القائم حاليا؟ تفضل. ما بديش أكون متشائم ولا متفائل كثير طبعا. يعني بلا شك الجمعية من ما تأسست سنة 1932 لغاية اليوم صار في كثير تطور على عملها وإنتاجيتها وتشعبها، وصار في عندنا مدارس، وصار في عندنا مطبخ، صار في عندنا 7 فروع، وبيشتغلوا بنشاط وبهمة. إذا كانت في آخر 3-4 إدارات أو إدارتين كانوا مقصروا إذا حسب وجهة نظر بعض الأشخاص، أو كان في عندهم نوع من الخلل في إدارتهم، فهذا لا يعني إنه إحنا نفقد أمليتنا. الجمعية كويسة ولا زالت يعني قادرة إنها تقوم بواجبها، وفي إمكانية لهذا المجال. لكن اللي بدي أقول حاليا في المرحلة الأخيرة من 3 سنوات وجاي تأثرت الجمعية بجائحة كورونا زي سائر الجمعيات في الوطن في الأردن وفي كل العالم، تأثرت تأثر شديد. لكن ربما إحنا تأثرنا أكثر لأنه إحنا في عندنا مؤسسات أو في عندنا شغلات تابعة للجمعية بحاجة إلى مصروفات مادية، مثل المدرسة عندك معلمين ومعلمات وعاملين وسيارات وإلى آخره، بحاجة إلى مصروف، إلى دفع رواتب. كذلك أيضا المطبخ الشركسي عندك عاملات أخوات فاضلات بدون رواتبهم، والجمعية كانت رواتبها محدودة، إمكانياتها المالية مش بالقدر الكافي حتى توفر كل المطلوب منها لهاي المؤسسات اللي تابعة للجمعية، وبالتالي تأثرنا. لكن بقدر أقول ربما إدارة الأزمة إحنا عندنا في الجمعية ما كانت بالشكل المثالي، أثروها بشكل لا شيء، لكن كان ممكن يكون في شيء أفضل في إدارة هاي المشكلة اللي حصلت في إدارة الجائحة. بقدر أقول الله يعطيهم العافية، كلهم اشتغلوا بجهدهم، كلهم متطوعين، ما في واحد باخذ راتب، ما في غير نقول لهم شكرا والله يعطيكم العافية. أستاذ دانيال، وأنت عضو بالهيئة الإدارية الحالية، صحيح. يعني حابين كمان نسمع وجهة نظرك. أنت من الناس اللي في المرحلة الحالية عم تشتغل، وبالتالي ممكن أنك تعطي تقييم مختلف لوضع الجمعية في المرحلة الحالية. تفضل. بداية برضو كمان ما شاء الله أساتذة كبار قدموا إيجاز بالنسبة للوضع، طبعا نابع عن خبرة طويلة وكذا. لكن شوف النظرة السلبية برضو كمان يجب أن ترد لأسبابها. هسه مثلا بجوز خاصة الهيئة الإدارية الأخيرة بجوز تميزت أنه كانت حتى هي مقسمة لعدة مراحل، يعني كانت نفس الهيئة الإدارية. وأخونا الحبيب أبو نارد كمان حكى عن موضوع أزمة كورونا. أزمة كورونا ضربت العالم كله، مش بس حتى على مستوى الأردن. أنت بتحكي كثير مؤسسات فعلا تأثرت بشكل كبير، وإجا على فترة تقريبا مع بداية الفترة بجوز من سبقونا، إحنا انضمينا. ليش قلت لك بدنا نقسمها لمراحل؟ لأنه كل مجموعة فعلا اشتغلت واجتهدت وحققت إنجاز. يعني أنا بعتبر أنه في إنجازات، صح قد يكون مش الوضع المثالي، لأنه المثالية إذا بدنا نفكر فيها كمثالية وما ننتظر من الهيئة الإدارية، بجوز من سنة 32 الهيئة المثالية لا بحد علمي البسيط، أنا بجوز إذا بدنا ندور على البرفكشن والمثالية كل اجتهد أصاب وأخطأ. أنا ما بنقول طبعا هذا عبارة عن جهد جماعي اجى على يعني تعرض لأزمة الكورونا. أزمة الكورونا انعكست على المجتمع كمجتمع كامل. أنت عندك إيرادات الجمعية، عندك المساعدات، الحاجات اللي صارت للجمعية، اضطرت الجمعية تتعامل بميثولوجيز جديد. فأنا من خلال متابعتي لحد دخولي للجمعية وما تم لاحقا، يعني بجوز نظرتي راح تكون شوية إيجابية، لأنه فعلا استمرار، مجرد استمرار، ولا زالت قائمة ولا زالت تعطي جمعيتنا، وندعو دائما متفائلين بالخير
ستبقى بخير. أنا لا متفائل يعني، لكن قد يكون في أخطاء في قضايا معينة، لا يعني أنه المؤسسة كلها في ذلك الوضع الحرج. مجرد اللهم قد يكون أن أرجع إحنا نصل بحث الحلول، الانقاذ، ما يبقي هاي السفينه عائمه، لان كلنا فيها يعني، احنا واجب علينا كلنا تقديم المساعده فيها. اعضاء الهيئه الاداريه قبل ما يكونوا هيئه اداريه هم اعضاء هيئه عامه، فهون المقياس. فانا لما انظر للموضوع بالشكل هذا، كلنا لازم نحاول نخلي هالمركب بالعكس بخير ونقومه ونكون متفائلين لقدام ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ نوزت، يعني الاخ دانيال متفائل في الموضوع، وهو بشوف انه يعني الادارات بشكل عام حاولت تشتغل، اصابت وبعض المرات خاب مع الموضوع، ولكن احنا بدنا الجمعيه نحاول بقدر الامكان انه ما نضلنا نكرر التجربه. يعني احنا لا شك بدنا تجربتنا في الجمعيه الخيريه الشركسيه تفرز هيئه اداريه تغير الواقع من واقع روتيني. ويعني احنا بيجي هيئات اداريه مختلفه، مرات بيكون في ايجابيات، مرات بيكون في سلبيات، ولكن هل في امكانيه فعليا انه احنا نرتب امورنا ونطلع على الوضع القادم للجمعيه الخيريه الشركسيه؟ كيف بدنا اياه يكون الوضع القادم للجمعيه الخيريه الشركسيه؟ هل احنا دائما بدنا نعتبر انه خلص بتيجينا هيئه اداريه وبتشوف وبتعمل وبتشتغل وراح تغلط وراح تصيب، ولا في طريقه ثانيه احنا بنحب لجمعيتنا انها توصلها؟ تفضل استاذ نوزت. يا سيدي، اللي تفضلوا فيه الاخوان المحاورين بحترمه جدا، واعتقد انه كل فرد شركسي بيفكر بنفس الاسلوب ونفس الطريقه. انا عندي توجه انه، او عندي ايمان بانه ان لم اعترف بانه لدي مشكله لن احل مشاكلي. صحيح. اذا لم اعترف بانه لدى الجمعيه الخيريه الشركسيه مشاكل، لن تحل هذه المشاكل وسوف يبقى الوضع على ما هو. فلا بد من وضع الإصبع على الجرح حتى نستطيع أن نركز كل الجهود لنطبب هذا الجرح. فلذلك أنا وين بدي أشوف الجمعية، مستقبل الجمعية، هذا إشي كثير مهم، لأنه هذا طبعا بجوز أنا ما ألحقه، لكن بدهم يلحقوا أولادي وأحفادي، وبدي يكون في إشي إلهم سليم مستقبلا. ما بدي يضلوا ماشيين على نفس الأخطاء أو المشاكل، أو ما بدي يواجهوا نفس المشاكل اللي إحنا عمالنا بنواجهها اليوم. فلذلك أنا من وجهة نظري انطلاقا من إنه الجمعية بيت الشركس كلهم، فبدنا إياها إنها تكون فعلا بيت الشركس. أنا بدي الجمعية تكون زي خلية النحل، تكون كل أبناء الشركس موجودين فيها. أنا ما بدي جمعية تكون فارغة من أعضائها، علما انه الاعضاء كمان الهيئه العامه يعني مقصره جدا في حق الجمعيه، وعلى عمد قرون من اول ما تاسست. بجوز بدي احكي بجوز المجتمع الشركسي وين ما كان يكون، حتى من الوطن الام لغايه اليوم مقصر في حق نفسه. فلذلك بدنا الجمعية تصير فيها حركة، بدنا الناس تكون تتردد على الجمعية، بدنا تتواجد في الجمعية، ما بدنا الجمعية تضلها فارغة. جمعية هذه استثمارات بألوف الدنانير، إذا مش بملايين الدنانير إذا حسبنا أسعار الأرض تبعتها. فلذلك إحنا ما بصير نقصر في حقها، وما بصير. أنا بدي أعلق على تعبير استخدمه الأخ باسل، إنه أنا نظرتي قاتمة للجمعية. لا، أنا نظرتي مش قاتمة، لكن أنا حبيت أوضح وأعترف إنه في عندي مشكلة فقط لا غير. هلا أنا ما شفت ولا هيئة إدارية خلال 20 سنة اللي مضوا قصرت في حق الجمعية، لأنه هذا اللي قدرت عليه، هذا اللي سوته، هذا اللي كان ممكن إنه ينجز في هذيك الأيام.
لكن إذا بدي أفكر أنا وين بدي الجمعية تكون مستقبلا أو شو مستقبل الجمعية، بدي أول زي ما حكيت بدي الجمعية تكون بيت لكل الشركس. بدنا نعترف إنه هاي بيتنا كلنا. بدي أشوف للجمعية دور في المشاركة في أغلب النشاطات الاجتماعية على مستوى الوطن الأردني من أجل تثبيت وجودنا ودورنا في الأردن. بدي أشوف مشاركة الجمعية في جميع المناسبات والنشاطات الشركسية في دول الشتات وفي الوطن الأم، ما بدي أكون غايب عنها. بدي أشوف استمرارية ومتابعة لتطوير الأنظمة والتعليمات المعمول بها بما يتناسب، والتطوير الحاصل في المجتمع الحاضن إلنا، وبما يضمن لنا حقوقنا وواجباتنا تجاه هذا الوطن. أن تقوم بواجبها القومي خير قيام بالمحافظة على تراثنا الثقافي ولغتنا الأم لضمان استمراريتها وديمومتها. إذا بدنا نضل نحكي إحنا شركس، وأنا هذه كمان بدي أحطها بين قوسين إذا سمحتوا لي، هلا خليني أحكيها. التعبير شركس يا ريت إنه إحنا نلغيه، لأنه الشركس بيشمل الأدية وغير الأدية. إذا إحنا كنا أدية فلازم نكون أدية، ولازم نسمي حالنا أدية، وجمعيتنا لازم نسميها الجمعية الأدية. هذه مجرد فكرة عمالي بطرحها هلا. لمستقبل الجمعية وين بدنا إياها، لابد من استمرارية ومتابعة تطوير الأنظمة والتعليمات المعمول بها بما يتناسب، والتطوير الحاصل في المجتمع، والتطوير الحاصل في قوانين الدولة اللي بتحكم أعمال وزارة التنمية الاجتماعية. عيب كثير إنه يكون في تعديلات على قوانين الدولة اللي بتحكم عملنا كإحنا كجمعية خيرية، ونحن مش مسويين أو مش ملائمين تعليماتنا وأنظمتنا بما يتماشى مع التعديلات اللي بتصير على قانون التنمية الاجتماعية. بعدين الجمعية يجب أن تقوم بواجبها القومي خير قيام بالمحافظة على تراثنا الثقافي لغتنا الأم لضمان استمراريتها وديمومتها. إحنا في طريقنا للزوال كشركس كأدية. ضرورة المشاركة في جميع النشاطات الاجتماعية والرياضية داخل الأردن وخارجه. إحنا كجمعية عندنا شباب، إحنا في فترة من الفترات في الأردن كانت بستطيع إني أحكي إنه أحسن أو أقوى رياضيين في المملكة الأردنية الهاشمية كانوا من الشركس. اليوم ما عملنا بنلاقي من الشركس. حتى فريق الفوتبول اللي كان عندنا اليوم آخر فريق فوتبول صفى بنادي الأهلي، وبجوز بيلعبوا فيه 2 أو 3 شركس. أن يكون دور الجمعية في التنمية الاقتصادية في الأردن كمرحلة أولى من خلال إيجاد مشاريع اقتصادية ذات مردود مالي للمجتمع الشركسي أولاً، ويكون له تأثير في الاقتصاد الأردني كدولة. نحن في فترة من الفترات الشركس كنا أغنى الأغنياء اللي موجودين في الأردن، وهذا ما في اثنين بيختلفوا عليه. اليوم إحنا وين صفينا؟ شو دورنا الاقتصادي في تنمية الوطن؟ فهذه بعض الأفكار اللي أنا عمالي بحكي فيها، إنه شو بحب، كيف بحب أشوف الجمعية في المستقبل. تسلم، شكرا. يعني بس بحب أنوه بأنه موضوع إعطاء صورة قاتمة مش دائما شيء سيء، يعني لأنه إعطاء صورة قاتمة بيعني إنه إحنا آن الأوان إنه نعمل بجدية من أجل إنه نطلع على نقاط خطر موجودة على المجتمع، وبالتالي التغيير ببلش من إنه إحنا ندرك بإنه أمورنا مش جميلة وبراقة فيعني يعني أرجو إنه ما تأخذ الموضوع وكأنه نقد بأنك أنت عم تحكي بطريقة قاتمة. إذا كان الوضع قاتم فهو قاتم يعني، وإحنا بدنا الوضع يكون براق، فهذا وضع طبيعي جدا أنا بشوفه. أستاذ دكتور أمجد، يعني أنت حاولت أنه تعطي صورة عن الوضع بطريقة
يعني متفائله، وبس بتحب انك تكمل من هاي النقطه وطالع. من خلال هاي النقطه احنا بدنا نتطلع على تطوير المجتمع الشركسي او تطوير الجمعيه الخيريه الشركسيه. فوين بتحب انها توصل الجمعيه الخيريه الشركسيه؟ شو الاشغال او الاعمال اللي لازم تنعمل مشان نشوف نهضه للجمعيه الشركسيه؟ تفضل الاستاذ امجد. بلا شك انه يعني انا بحب تكون جمعيتنا احسن جمعيه في العالم، شايف، وتقدم احسن الخدمات بكل المجالات، سواء رياضيه زي ما حكى اخونا الكبير نوزت، او الاجتماعيه والاقتصاديه الى اخره. لكن انا بقول انه لازم الهيئات الاداريه للجمعيه الخيريه الشركسيه تفكر خارج اطار الصندوق اللي قاعدين فيه، ويفكروا بشيء ابعد من الامور التقليديه اللي نتعامل فيها. شايف، يعني كل اداره عم تيجي عم تشتغل نفس الطراز والطبيعه والطريقه اللي تشتغل في الاداره السابقه، مع تطوير بسيط جدا لا يؤثر تاثير ايجابي ويعني للمجتمع الشركسي بشكل عام. يعني احنا المفروض انه نشتغل على الشباب ونتعاون مع الشباب ونأهل الشباب لشيء يعني لمستقبلهم. هاي واحدة من الشغلات. طبعا احنا في عندنا فئتين من الشباب في المجتمع الشركسي، فئة الجامعيين، شايف، واغلبهم مش اقول كلهم حتى لا اظلمهم ما عندهم القدرة القيادية في المجتمع، يعني مش قياديين. لازم احنا نعمل برامج، الجمعية تتبنى برامج مع مؤسسات في الأردن أو خارج الأردن لإعادة بناء الشخصية وخلق قيادات شبابية واعدة، حتى يكونوا في المستقبل هم قيادات في الجمعيات وفي الأندية في المؤسسات الشركسية الموجودة، سواء شباب أو بنات، قصدي أنا يعني مش بس شباب. لأنه الآن إحنا بعد فترة إحنا راح مثلا زي حالاتي أنا هلا عمري 61 سنة، فاش نزلت جمعية ولا شيء، ذاتك مجال للشباب اللي أصغر مني بأقل شيء 15 20 سنة. هذول هم لازم يتصدروا للمرحله الان، يصدوا ويشتغلوا بطريقه جديده حديثه تتوائم مع المرحله الجديده في العالم كله. الاداره تغيرت، ما عادت زي الاداره اللي كنا نخدم فيها اول بالجمعيه، ونقدم فيها الخدمات التقليديه المعتاده اللي ما عملت هذاك الشيء كثير. يعني في النوع الثاني من الشباب اللي هو ما دون المرحله الجامعيه، واغلبهم عاطلين عن العمل للاسف يعني وقاعدين. هذول لازم الجمعيه تتبناهم من خلال عمل تشاركيه او اتفاقيه مع مؤسسه التدريب المهني في وزاره العمل، حتى يتم تاهيلهم لوظائف ومهن وشغلات اللي يشتغلوها. الشغلات هاي، المهن هاي مش بتحتاج انك تفتح محل ولا يكون عندك ستور، صندوق بصندوق هالسياره في عده بتروح تصلح غسالات، ثلاجات، افران غاز الى اخره. وهي المهن بعضها يعني اصبحت مفقوده في المجتمع الشركسي. كذلك وظيفه موسيقي، يعني تصليح غسالات والكترونيات وشاشات الى اخره. هاي المهن شبه انفقدت عند الشباب وعند المجتمع تبعنا. فهاي الجمعيه لو تعاقدت مع مؤسسه تدريب مهني واهلت كل دوره 5 6 شباب، راح تبدا نوع من البطاله او اقل ما فيها 30 40% من البطاله للشباب، وراح تاهلهم لشيء لمستقبلهم كمان. في شغله جمعيات اخرى في تركيا وفي سوريا عم بيقوموا فيها، وهي العيادات الطبيه اللي عم تخدم افراد المجتمع الشركسي وغير المجتمع الشركسي في المنطقه، وهي عيادات شبه مجانيه، واحنا قادرين على عملها لو انه العياده كانت يعني تفتح يومين في الاسبوع او 3 ايام في الاسبوع، مش شرط الاسبوع كامل. يعني تقدم يعني علاجات وتقدم يعني نصائح ومعالجه عاديه كاي طبيب يعني بداوم فيها. عرفت كيف؟ وبرايي كمان يعني اذا بدها الجمعيه انها تقدم خدمات او الهيئات الاداريه تقدم خدمات كويسه، لازم من عملها من بدائها. يعني مثلا مجله نارت من المجله عم تصدر في الجمعيه. بدي احكي اني انا 2.5 سنين تقريبا امين سر للجمعيه، قدرت اطلع مجله مرتين، مجله نارت، وكل مره يعني هيئه مختلفه عن الهيئه اللي قبليها اللي تعد المجله. ونترجى الناس الجايه حتى انهم يحطوا مقالات وفيش فائده. هاي المجله لازم تصير مجله الكترونيه، بدل لا توزع على 10 15,000 20,000 شركسي في الاردن، بصير يقراها ويتابعها 100,000 200 300 مليون شركسي في العالم.
بصير التركي والسوري والعراقي والفلسطيني والليبي والمصري واللي في امريكا واللي في اوروبا يتابع اخبار المقالات، وبكل سهوله في اخر المقال في كبسه تكبس عليها تحول المقال من عربي الى تركي، من تركي الى انجليزي الى اخره. ولما الانترنت تشوف في عندك انت متابعين على هاي المجله 200 300 الف، تنزل دعايات، تاخذ مصاري، وانت بتفيد كل الشركات في العالم بهاي الشغله، بتمد ثقافتك على كل الناس. بعدين المفروض انه يعني في بعض اراضي للجمعيه المفروض انه الهيئات الاداريه تستفيد منها في انها تبني عليها مجمعات تجاريه. ما بحكيش عن ارض حنوطيه، طبعا في اراضي اخرى، شايف، ممكن هاي الاراضي تعمر عليها مجمعات تجاريه ونستفيد من اجاراتها. على الاقل لجنه التكافل الاجتماعي ممكن نشغل هاي لجنه التكافل الاجتماعي بهاي المجمعات التجاريه في خدمات في اي شيء معين. ومفروض انه يكون في مشاريع يعني نفس يعني التكافل الاجتماعي، احنا نجيب اولادهم ونأهلهم في المشاريع اللي حكيت عنها قبل شوي، التدريب المهني، حتى انهم برضه يعني يدعموا نفسهم في بعض المشاريع اللي وبعض الاعمال اللي ممكن تفيدهم. وهي بعض الشغلات اللي انا ممكن اعرفها يعني حاليا، وفي كثير شغلات ممكن الواحد يحكي فيها، لكن تهيألي هاي اهم الشغلات اللي خطرت على بالي الان. ان شاء الله. اخ دانيال، حضرتك ما زلت بالهيئه الاداريه، يمكن سنحت لكم الفرصه بانه تعملوا بعض الامور، في بعض الامور ما قدرتوا تعملوها لاسباب مختلفه، ولكن يعني انتم هيئتكم الاداريه بخلال 3 اشهر راح تنهي اعمالها، وبالتالي صحيح. لا شك بانه كمان في موضوع يعني امور انتم كنتوا حابين انه الجمعيه توصل لها خلال الفتره تبعتكم. صحيح. ممكن انه وصلتوا اللي بدكم اياه ويمكن ما وصلتوا، ولكن بنحب كمان نسمع منك شو الامور اللي بتحب الجمعيه انها تصل له وهي قادره على انها توصل له. يعني الجمعيه قادره على انها تقوم بواحد اثنين ثلاثه، بالرغم صحيح. من انه انتم يعني ما وصلتوا لهي المسيره، وحابين انه الناس اللي بعديكم كمان يتواصلوا. تفضل استاذ دانيال. يا سيدي الله يعطيكم العافيه. طبعا انا بثني على الاراء النيره لاخواننا، الله يعطيهم العافيه في موضوع تحديدا ما نريده من الجمعيه. بجوز طرحوا افكار وفعلا حديث هسه، لكن انا في شغله لازم اوضحها. هسه اليوم انا فعلا انا دخلت بالهيئه الاداريه، بجوز الكل بيعرف الهيستوري تبع الهيئه الاداريه، مرت في مراحل، كان مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه. المرحله الثالثه والسنه الثالثه اللي هو دخلتها تقريبا راح نكملنا سنه، او بالاصح راح نكمل سنه، فهو كان بالجزئيه الاخيره. هسه لما دخلنا الهيئه الاداريه من باب كمان احنا كمشاركه، لانه في دائما كان او انتقاد. يعني العمل الاجتماعي هو اساس عمل الجمعيه. الجمعيه اسست لرساله، لا زالت تعمل بالنمط الاجتماعي. هسه احنا ما نريده من جمعيتنا، لازم بدايه نفهم الرساله الاساس اللي اسست الجمعيه، ابائنا واجدادنا اللي اسسوا هالجمعيه الطيبه هاي على اسسها. فلما دخلنا من باب انه نحاول نعطي هالدفعه للموضوع. وهون انا حاب ااكد، انا هسه بطرح وجهه نظري الشخصيه، وليس يعني انا امثل هسه بصح اخواني وزملائي بالهيئه الاداريه، لكن في امور انا بطرحها عن نفسي، بحكي عن شخصي، هم كمان لهم ارائهم وافكارهم. احنا في النهايه مجلس ولا يعتمد على شخص واحد الموضوع. هسه من خلال اطلاعي بالسنه الاخيره على التحديات اللي صارت، والسؤال تفضلت فيه فعلا ما نريده من جمعيتنا، هذا سؤال بعتبره كثير مهم. وبدي كمان ارجع كمان على شويه لموضوع اللي طرحه اخونا نشأت. حلو انا اطرح التطوير او الوجهه النظر الاخرى، بدي اسميها، ما بدي اسميها مسمى اخر، بس الاهم كمان نطرح عندنا مشكله التواصل، وعندنا مشكله طرح انا الحلول. انا لما ابلش انا شو بدي من جمعيتي، حلو اني اطرحها، وطلعت مبادرات طيبه، بجوز هذا راح يجي خلال النقاش القادم بالموضوع. لكن انا اللي بدي اياه من جمعيتي بالاخر كمان انا تصير تحقق اهدافي. انا هسه عندي، احنا لسه عندنا جمعيه تدار بالنظام التطوعي، ووصلت صارت تحولت لاسيتس تجاوزت ال 100 مليون دينار، خلينا نقول. لازلنا منديرها باسلوب
التطوعي. احنا كمان لازم نطور من حالنا. هسه انا كمان يعني حتى عندي الاستثمارات اللي موجوده، طبعا احنا بنرجع كمان انعكاس الازمه الاقتصاديه وانعكاس كورونا وانعكاس الامور اللي مرت فيها الجمعيه، وانها لا زالت قائمه ولا زالت تنتج لليوم. انا بعتبره لسه احنا لا زلنا في النسق الصحيح او في الطريق الصحيح لا زال. لكن رساله الجمعيه على كل واحد فينا انه يفهمها. ابائنا واجدادنا اسسوها، زي ما تفضل اخونا الكبير استاذ نشأت قال، للحفاظ على الهويه. احنا مقدراتنا يكون لنا ايدنتيتي، زائد هي اساس ارتباط جذورنا بالوطن. انا هذا بعتبره كمان كثير دور مهم، لانه في يعني ما بدنا نضرب امثله لدول المحيطه، يعني الجمعيه الشركسيه لعبت دور وكان لها نفوذ حتى في الوطن، بالذات الجمعيه الشركسيه في الاردن كان لها ادوار على الحفاظ على القوميه، وهذا نحب ان نراه دوما. كان لها ادوار حتى في الوطن، كان لها حتى لمن لا يعلم في تاسيس الجمعيه العالميه، هم من الاساسين الاوائل مثلا، ادوار كان يشهد لها وحققت للعلم يعني نجاحات. انا مجرد ما اقول لك هي اضخم جمعيه في العالم، هاي انا ما يعني هون في مثلا بيعطيك مؤشر معين للنفوذ. هسه شو بدي منها انا؟ هسه موضوع لما بدي ادخل في مواضيع الاقتصاديه، موضوع لا تدار بطريقه العمل التطوعي، لانه صار انتقل الموضوع. زمان بجوز كانت بالفترات السابقه هالاسيتس او هالمقدرات اللي موجوده في الجمعيه والله تدار بالطرق الحسنى وبالبساطه وما كان بالوجود. لكن هسه لازم اذا ما تم، انا اللي بدي اياه من جمعيتي عشان احققه، بدي اكون عندي قوه اقتصاديه، قوه باخذ القرار. انا التمويل، انا بدون التمويل لن تستطيع الجمعيه خلينا نقول تنفيذ اي برامج. هسه البرامج الحاليه قائمه يعني لا شك، وبرامج حتى في موضوع التامين مثلا دخل شريحه من ابناء المجتمع. عندنا المدرسه مثلا تقوم بدور عظيم كمان. هذا قد يكون نسيت اطرح كمان، انا اصلا عضو مجلس امنا بالمدرسه. لكن لا زالت الامور بخير، واحنا بحاجه لتطوير اللهم، واحنا نصير نتواصل. اسلوب التواصل عندنا لا زال كوميونيكيشن بروبلم معانا. احنا قاعدين نطرح المشاكل كمشاكل، الاصل نصير نتعلم كيف نطرح ونناقش الحلول، عندها سنصل اللي تحقيق ما نريده من جمعيه. يبدو انه صوت اخ دانيال، طبعا شكرا لمداخلتك. بدنا نرجع للاستاذ نوزت. استاذ نوزت يعني ذكر الاخ دانيال موضوع انه مقدرات الجمعيه بتوصل ل 100 مليون دينار. ولكن احنا يعني عم نطلع بنشوف انه معظم المشاريع اللي عم بتصير هي مشاريع لها علاقه بتشكيل لجنه اجتماعيه، متابعه لجنه التكافل، متابعه مدرسه الامير حمزه سماور، يعني بعض الامور اللي صارت كلاسيكيه متابعتها متابعه كلاسيكيه في لجان عم بتتابع هذا الموضوع. بس احنا عم نحكي عن مقدرات بحوالي 100 مليون. 100 مليون يعني انت بتقدر تشغلهم اللي تطور خدمات الجمعيه الخيريه الشركسيه ضمن الفرص اللي متاحه لمؤسسه بمثل عراقه الجمعيه الخيريه الشركسيه وبمثل ما لديها من مقدرات. الجمعيه الخيريه الشركسيه لابد من انه ما نطلع على تسيير اعمال الامور اللي ماشيه، لجنه اجتماعيه، لجنه التكافل، مجلس امناء، سماور، هذه كلها تتاسست ومشيت. احنا او اذا بدنا نطلع على الهيئات الاداريه القادمه، هل دورها هو فقط تسيير الامور اللي كانت ماشيه، ولا في عندنا فرص لازم نستغل مقدراتنا وما لدينا وامكانياتنا؟ مش بس الامكانيات الماليه، الامكانيات البشريه. في عندنا مجموعه كبيره من الناس اللي خبراء في العديد من الامور وقادرين على انهم يطوروا الجمعيه الخيريه الشركسيه. ما هي الفرص اللي على الادارات القادمه استغلالها مشان خدمات الجمعيه الخيريه الشركسيه ترتقي في تحقيق النهضه لمجتمعنا الشركسي؟ تفضل استاذ نوزت.
يا سيدي اللي تفضلتوا فيه كثير حلو صحيح. لما بنحكي احنا الجمعية الشركسية راس مالها يتجاوز 70 مليون على سبيل المثال، بجوز أكثر. احنا لازم نوضح هالشغلة مشان ما ننفهم غلط من قبل الناس. احنا راس مال الجمعية 100 مليون، ولكن ما في كاش ماني. صحيح، اسيتس. الفلوس هذه اسيتس، هذه عقارات، هذه املاك الجمعيه. يعني ما عندناش، مش متوفر هذا المبلغ ولا حتى 10% من هذا المبلغ في الجمعيه، مشان نكون واضحين، ما الناس ما تفهمنا غلط. هلا الفرص اللي ممكن ان استغلالها لفائده الجمعيه، أنا اللي بشوفه بدي أشرح شوية، إذا سمحتوا لي بشوية وقت، بدي أشرح وضع الجمعية واللجان العاملة في الجمعية اللي بتحتاج إنه يكون في عندها فلوس كاش ماني منشان تقوم بعملها. وبستثني من هاي اللجان كلياتها لجنة التكافل، لأنه لجنة التكافل عندها فلوس مخصصة إلها، الإدارة الجمعية لا يحق إلها التصرف فيها. صحيح. هذه تصرف في اتجاه معين. باقي اللجان العاملة في الجمعية صحيح أي نشاط بدها تسويه بدها له مخصصات مالية، وبدون مخصصات مالية لا يمكن إنها تشتغل فيه. بدي أرجع للنقطة الأولى كمان عكسي، إنه إحنا عندنا أسيتس ب100 مليون مثلا أو 70 مليون. ما بصير زي ما تفضل الأستاذ دانيال، ما بصير إنه نتركه لإدارة طائشة، لإدارة غير، كيف بدي أحكيها، يعني يجب إنه يكون هناك في تخصص معين لإدارة أو قدرات وإمكانيات معينة في إدارة الجمعية القادمة لإدارة هذه الأسيتس، هذه الأموال. هلا إذا ما كان في عندنا ناس مختصين اللي يستطيعوا يديروا 100 مليون، لا مش شيء قليل. لما بدك تديره صعب جدا، صعب جدا. حتى لو كانوا فلوسك انت شخصيا موجودين في البنك ب100 مليون، صعب جدا انك تديرهم لوحدك. بتلاقي عندك كان في عندك 60 70 مستشار منشان يساعدوك في اتخاذ القرارات كيف بدك تستثمرها او شو بدك تسوي فيها. وبدون ادارات صحيحة لا يمكن انك تنجح في مشاريع تستثمرها. فلذلك انا من وجهة نظري في الجمعية لابد من استغلال أملاك الجمعية بشكل صحيح من خلال إدارات صحيحة وقدرات وأصحاب إمكانيات قادرة على الحكي هذا. 2، الاستفادة من جميع المساعدات والمنح وغيرها من الحكومة الأردنية والمؤسسات الخارجية. يعني عماله بيجينا فوق الأسيتس اللي عندنا نحن، بيجينا مرات مساعدات، بيجينا مرات بنعرف إحنا برامج ممكن تقدم مساعدات، مش قروض، حتى منح اللي نقدر نستغلها منشان نسوي مشروع معين. أنا لغاية الآن لم أشعر إنه الجمعية عملت ولا خلال 40-50 سنة بجوز المضوا، إلا بجوز إذا بدي أعتبر القاعة المتعددة الأغراض إنها مشروع كان له جدوى اقتصادية ودراسة جدوى اقتصادية قدمت منشان ناس يقدم مساعدة إلها. فلذلك أنا ما شفت ولا مشروع عندنا استطعنا إنه ننفذه ونعمل له دراسة اقتصادية، دراسة جدوى اقتصادية اللي نقدر نقول إنه والله بناء على هالمعطيات هاي يا عالم يا بنك يا كذا يا كذا بدنا نسوي هيك المشروع، بدنا فلوس له. فلذلك قبل ما نتوجه إحنا بالاتجاه هذا ونفكر على مشاريع ضخمة كبيرة، أعتقد إنه الأفضل نضبط وننظم بيتنا الداخلي. إحنا لغاية الآن نظام إداري ومالي بالجمعية ما عندنا، عدم المؤاخذة. يعني كيف أنا بدي أدير 100 مليون أو أدير قرض ب100 ألف وغرقنا إحنا في قروض الجمعية، غير أخذنا قروض من البنوك وهينا عم بنعاني منها لغاية الآن، وهذا لا يخفى على أحد. كيف هذا الحكي إحنا بنسويه بدون ما يكون في عنا إحنا نظام مالي اللي يحكمنا ويحكم كل أعمالنا كهيئة إدارية، وملحق له نظام إداري. النظام الإداري بدي أحاسب، أنا بدي أحاسب
إن كنت كعضو هيئة إدارية أو إن كنت كعضو هيئة عامة. ومن واجبات الهيئة العامة أصلا ملقى على عاتق الهيئة العامة مراقبة الهيئات الإدارية بكل أعمالها وقراراتها اللي بتتخذها. إحنا لغاية الآن لم نشعر إنه في عنا هيئة عامة بالجمعية الشركسية قادرة على مثل هذا الحكي. وشغلة نقطة ثالثة كثير مهمة أنا من وجهة نظري، إنه يابد من توحيد الجهود بكل المؤسسات الشركسية لخدمة العشيرة تحت مظلة الجمعية. إذا كنا مؤمنين كلياتنا إنه الجمعية هي بيت الشركس ومظلة الشركس، فإحنا ما بدنا نفكر إنه إحنا صحيح هلا الجمعية كمؤسسة هي يعني شئنا أم أبينا في أعضاء مسددين بالتزاماتهم المالية للجمعية، لهم الحق بالتصويت، لهم الحق بإبداء الرأي، لهم الحق في الاعتراض على الهيئة الإدارية، صحيح. بس الجمعية إذا اعتمدنا إنه هي بيت الشركس كلهم، إذا كل الشركس لهم الحق في إبداء الرأي بما يخص الجمعية الشركسية. فلذلك من هون بدي أنط لنقطة ثانية بجوز بدنا نحكي فيها بعد شوية، إنه أنا بدي أدعو الهيئة العامة إنها تقوم في دورها المطلوب منها فعليا، ويجب كل الشركس، خليني أفترض إنه عدد الشركس في الأردن على سبيل المثال خليني أفترض إنهم 50,000. ال50,000 البالغين سن الرشد يجب أن يكونوا أعضاء في الجمعية الخيرية الشركسية. إذا كانوا بدهم يكون لهم حصة في إبداء الرأي في إدارة 100 مليون اللي بنحكي عنهم الأسس تبعون الجمعية، غير هيك otherwise they have no right، ما لهم الحق إنه إذا ما كانوا أعضاء وقايمين بواجبهم تجاه الجمعية ما لهم الحق يجوا يتدخلوا في أي شغل وبأملاك الجمعية. فلذلك رجاء المجتمع الشركسي كله البالغين عاقلين يجب إنه ينتسبوا للجمعية حتى يكون في عندهم الحق في إبداء الرأي في هذه الأمور. ما بدي أدخل هلأ في المشاريع اللي أنا أعتقد إنه الجمعية لازم تركض وراها، بس أقل ما فيها زي ما حكيت النظام الإداري والنظام المالي خليه يكون واحدة من أولويات الهيئة الإدارية القادمة إن شاء الله. دكتور أمجد، يعني حضرتك أحد الأعضاء في التنظيميين في مجموعة الأسرة، وبالتالي يعني عملتوا زيارات ودرستوا وعملتوا لقاءات واجتماعات لوضع توصيات أو وضع بعض الحلول للأمور اللي تتعلق لنهضة الجمعية. فبرأيك هل في من هاي التجربة هل في خلاصة معينة ممكن تحكي لنا إياها عن الفرص القائمة للجمعية الخيرية الشركسية اللي ممكن الاستفادة منها وتطويرها؟ تفضل دكتور أمجد. شكرا على هالسؤال. حقيقة مجموعة الأسرة مجموعة من أعضاء الهيئة العامة هدفها نبيل، وهي خدمة الجمعية بشكل عام، مش بس للهيئة الإدارية القادمة أو للهيئة الإدارية الحالية، وإنما لكل الهيئات الإدارية القادمة على مدار الزمن القادم إن شاء الله تعالى. كل الزيارات اللي قمنا فيها للفروع الجمعية والمؤسسات الشركسية كانت ناجحة 100%، وكان في ردود فعل قوية مؤيدة ومساندة، وبالعكس كسبنا أعضاء معنا من هاي الفروع في أسرة الجمعية الشركسية للهيئة العامة. الهدف من هاي الأسرة هو عمل استراتيجية لعمل الجمعية للسنوات القادمة كلياتها، وهذا شيء بحد ذاته شيء نبيل راقي جدا، وهو بفعل العمل المؤسسي والمالي اللي حكى عنه أخونا نوزد قبل شوي، واللي من غيره لا يمكن تطور الجمعية، راح تظل تشتغل في أسلوب تقليدي عقيم ما راح يقدم ولا يأخر. والإدارات السابقة والإدارة الحالية يعني عملوا واجبهم وعملوا دورهم بالقدر الكافي اللي بيقدروا عليه، لكن من غير مؤسسية عمل لا يمكن يكون في نجاح لأي عمل نهائيا، وهذا رأيي. وأنا بقدر أقول أنه أنا كان لي الشرف أني أكون في الإدارة اللي أعدت النظامين الإداري والنظام المالي. ما تسألنا أنه نطبق النظامين لأنه انتهت دورتنا وسلمناه باستلام وتسليم الهيئة اللي بعدنا، ولكن ما فعلوه لأسباب لا أجهلها يعني ما بعرف شو هي.
شايف؟ كنت اتمنى ان يتفعل نظامين، وكانوا نظامين يعني كلفوا الجميع 20,000 دينار بذاك الوقت، مبلغ مش قليل، وكانوا نظام على مستوى عالي جدا، حتى انه وزاره التنميه الاجتماعيه لما قراتهم يعني كثير انبسطت، وحثت كل الجمعيات الخيريه في الاردن على تتبع الخطوه اللي عملناها احنا كجمعيه شركسيه. نتامل انه في يوم من الايام يعني انه الجمعيه تقدم شيء بهذا المجال، وخاصه في مجال الاستراتيجيه المنوي اقامتها واستغلال هاي الفرصه ودعمها ودعم ورشه العمل اللي راح تقوم بعد كم من يوم. قد يستغرب الناس يعني ليش ورش هاي راح تقام؟ بالعكس يعني اي فكره كانت بسيطه او كبيره او ايش ما كانت تكون بتفيد، بتقدم شيء زي ما بقولوا صرارة تسند الحجر. يعني ممكن تفيدنا، يعني اي شركه راح يشارك معنا راح يفيدنا اكيد باي فكره راح تيجي على باله لخدمه الجمعيه، وهدفنا 100% طبعا. نتامل من الجميع انه يشارك بهاي الورش حتى نخرج بتوصيات من هالورش اللي تقدر اللجنه المختصه في بناء الاستراتيجيه تعتمد عليها وتبني استراتيجيتها بكل شفافيه ووضوح لعمل الجمعيه في المستقبل ان شاء الله. شكرا. استاذ دانيال، يعني انت حاليا ما زلت في الاداره الحاليه، وفي قضايا كثيره عم بتم متابعتها، زي موضوع مشروع استثمار ارض حنوطيا، في عندنا القاعات متعدده الاغراض، في عده يعني الفاسيلتيز تبعت الجمعيه الخيريه الشركسيه الموجوده، هل بيتم استثمارها بالطريقه الصحيحه؟ هل في امكانيه انه نطور مزيد من الفرص لاستثمار ما الشيء اللي موجود بين ايدينا، بما انه انتم شغالين على ارض الواقع؟ المدرسه هل في فرص لتطويرها؟ مطعم سماور هل في فرص لتطويره؟ هل في افكار تتعلق بفرص ممكن استغلالها ولكن لم يتح بعد الفرصه لكم مشان تكملوا مسيره هذا الموضوع؟ انتم موجودين صحيح على ارض الواقع وفي فرص عم بتشوفوها اليوم، فاين تكمن الفرص اللي لابد من الهيئات الاداريه القادمه انها تنظر اليها بعين الجديه وتاخذها مشان تستمر المسيره وتقدر تكمل وتستفيد من هاي الفرص اللي مطروحه امامنا؟ تفضل استاذ دانيال. افضلت، الله يسعدك واشكرك. طبعا احنا بنرجع بنقول لما يكون عندنا الحجم، احنا تعمدنا الحجم لانه بتعكس انا هاي الجمعيه مين تخدم. احنا صح نحكي قاعدين عن حجم تشتغل، لكن حجم المجتمع كمان بقدم له خدمات كمان واسع. بجوز احنا هسه تطوير منظومه الانكم اللي اسميه او الدخل فيها، هذا شرط. بجوز اخونا الاستاذ امجد قال كان في أنظمة، أنا بجوز نقطة أنه ما في نظام مالي وإداري، قد يكون النظام لا يغطي المطلوب قد يكون، لكن وصلنا اليوم في أكثر من هيئة إدارية فعلا قدموا أنظمة، لكن تفعيلها تقدمت تأخرت، لكن هي موجودة، ما تقدر تقول عدم وجودها. حاليا مثلا أنا هسه باطلاعي مثلا جهود جبارة قامت في المدرسة لأصبح نظام كامل موجود. مثلا مدرسة الأمير حمزة نظام كامل للغايات هاي. ليش؟ لأنه فعلا وجود النظام المالي والإداري سيدي هو شرط لنجاح الاستثمار. هذا ما تقدر تساويه كاستثمار، فحاليا موجود. وأخواتنا الفاضلات في الفرع النسائي هسه يقوموا فعلا، اللي قبلهم قاموا فيه وهدول قاعدين بيكملوا. احنا كل جهود الجمعية الخيرية الشركسية احنا كمان بضع سنين بدنا نحتفل بالمئوية تبعت الجمعية، فهي عبارة عن كوميليتيف، يعني زي ما بقولوها عبارة عن إنجازات كل جماعة إجوا. يعني حتى الأخوان كانوا أعضاء بهيئات إدارية سابقة لهم أيدي بيضاء، لهم إنجازات عظيمة، واللي إجوا بعديهم كملوا، واللي إجوا بعديهم قد يكون أكثر أقل، هذا مقياس آخر. نرجع هسه على موضوع الاستثمارات. مثلا إحنا موضوع الاستثمارات هذا عبارة عن تحدي لأي هيئة إدارية. هسه مع الأسف موضوع الاستثمار تحديدا، إحنا هسه تطوير اللي موجود عندنا، مثلا المطبخ مثلا كان في أفكار رائعة لتطويره كذا. هسه نيجي على النوايا كانت من أروع ما يكون، لكن ما هي الأسباب اللي ما وصلت للنجاح هذا؟
احنا هنا النقاط اللي بدنا نبحثها. ليش ما اصبحت قصص نجاح؟ بجوز لو من الزاويه هاي بنصير نبحث نتناقش فيها بموضوعيه باسلوب الخبراء، خلينا نسميه نقاش الخبراء في النقاط هاي، وهو ما املوا انه بالهيئه العامه باللي قاعده بتشكل انه يصير بحثه. المدرسه في خطط كبيره لمجلس الامناء الحالي فعلا. المدرسه عمرها صار 48 سنه، انا شخصي خريج المدرسه يعني مثلا، هسه قاعد بشوفها نفس ما كانت قبل 35 سنه او 30 سنه لما تخرجنا منها مثلا. هسه على الفكره تبعت الموضوع، انا مدرسه بالعمر هذا آن الأوان إنه أحاول أجيب لها شيء جديد، بس لكن أنا نرجع بقول تحدي الاقتصادي في الموضوع. يعني مثلا حاولنا في موضوع، طبعا نرجع للرسالة الأصلية بتأسيس المدرسة، احنا هاي بدنا نعرف إنه لما قلنا المؤسسة أم المؤسسات الشركسية، وأنا أثني على ما تفضل به الأستاذ الكبير أستاذنا الكبير نشأت، إنه فعلا الجمعية الخيرية الشركسية أم المؤسسات، وهي التي تشمل كل قطاعات المجتمع بغض النظر عن النهاية، لازم يكون إنه انتماءه لمؤسسته الأولى وهي أم المؤسسات. هسه هنا هاي الأذرع تبعت المؤسسة هاي اللي بتقدم خدمات للمجتمع، أنا هاي بحاجة للأفكار لتطويرها. رسالتها الحفاظ، مثلا المدرسة رسالة الحفاظ على التراث والثقافة واللغة الشركسية موجود فيها. هسه بهذا المنطلق المجلس الامناء الحالي وانا عضو فيه، انا بعرف قديش اهتمام كونسيرن لموضوع، نرجع لموضوع الرساله يا اخوان، وهذا موضوع جدا مهم، لانه احنا بنتعامل مع مؤسسات قامت على رساله، وهذا الموتيف، التضحيات اللي قدموها اللي قبلنا في انشائها وفي اللي مشوا فيها. هسه احنا دورنا انه نحاول نطور للي بعديه، تطوير النظام الاداري والمالي يتبعه. بدي اطور كمان اكاديميا، أنا مدرسة بالعمر هاي مثلا بدي أحاول إنه أضيف لها أنظمة دولية، أضيف ما يتواكب مع العصر في منظومة تدريس، يكون عندي أنا كمان طلابي له مالتي تشويس، شو النظام اللي بحب يدرس فيه، شو اللي مثلا إحنا واحدة من الاقتراحات اللي طرحت سابقا ويتم طرحها، لكن هذا برجع فيه لها معوقات. هسه لا يعني إنه ما في جهد مبذول، لا يعني إنه ما في شغل، لكن أنت ما بتحكم على شيء لانه والله انت في مجهود، قد يكون الخطوه الاولى ويجي شخص بعديك يكمل، بس في النهايه ستصل. هسه هاي النقطه مثلا بالنسبه للمدرسه، انا بحكي هسه مشان نصل للهيئات الاداريه. في مطبخ اخواتنا الفاضلات اثني على جهودهم الجباره في تنظيم، والله فعلا، ومر في مراحل فعلا من الصعوبه. بنرجع بنقول موضوع، انا مشان اجي للموضوع الابرز كمان حنوطيه، هسه هاي الاستثمارات اللي قاعده بتمد، انا كهيئه اداريه انا هاي اذرعتي، هاي اللي بتعطيني النفس اللي اقدر انا انفذ مشاريعي. موضوع حنوطيه هسه نرجع لهاي، يعني في المعدل يا اخوان، يعني قد يكون انه الموضوع لا يعرفه البعض، انا بيجيني بالشهر معدل ما بين 2 ل 3 مستثمرين، لكن احنا خلينا نكون واقعيين بموضوع الاستثمار، وعندي خبره بسيطه خلينا نقول في المواضيع هاي بالتعامل. المستثمرين مش زي ما بدنا احنا قاعدين بيجي، انت في اغلبه يعني مع احترامي في بيجيك قد لا يكون المستثمر هو بالعاده بيجي مثلا قسم كبير منهم وسطاء، يا اما بستكبر الارض، يا اما بقول لك الجوره، يعني اسباب كثيره بتكون تدخلك مش بالسهوله بمكان اني ادخل لا اصل لمرحله استثمر، لانه انا الاستثمار بازمه، انا هذا معروف بالعالم، ما بقول بس بالاقليم. وانا كمان لما بدي ادخل مع شريك او بدي ادخل في شراكه في موضوع استثماري او تاجير، احنا التوجه كان تاجير الارض، هاي الارض الناتج منها هو ما هو راح يعزز انا كجمعيه شو المناط فيه بشغلات، اذا ما قدرت احقق شغلات معينه ما هو بسبب انه كمان انت التكلفه، انت في حتى موضوع التبرع اللي هو تاسست عليه الجمعيه ما عاد زي اول يا اخوان، اللي كان يقدر مثلا يدعم بمبلغ معين، اللي اجى السنوات اللي بعديها بلشت تخف، لانه الاوضاع يعني حتى السيوله بطلت بذات السهوله حتى في مؤسسات كبيره يعني، وهذا يعود الى اسباب كثيره وكلنا بنعرف اغلبها يعني.
فنقطة انه الاستثمار لا يعني انه ما في نية للاستثمار، لا بل في افكار تطرح، وحتى في اكثر من مرة. وعلى موضوع الاجتماع الاخير اللي صار للهيئة العامة مش لازم اطيل انا، لكن كانت عبارة عن جس نبض، انه يفهموا الناس انه انا بحاجة لفكرة. انا بالنهاية كمان حتى لما بدي استثمر ارض حنوطية انا بحاجة لفكرة مناسبة، يعني فكرة معينة قد لا تتناسب مع الموقع الجغرافي تبع المنطقة، ما راح تيجيني بنجاح المطلوب، لانه كمان الاستثمار له قواعد، له علم، له دراساته، له يعني ما لا يؤخذ القرار اعتباطا او كذا، بحاجه لمختصين يدرسوا الموضوع. بجوز هذا خلينا نتركه للتفاصيل الاخرى، تفاصيل كثيره ومش حابب اتشعب اكثر من هيك دكتور. تمام. يعني هلا اذا بتسمحوا لي بدي اجي على بعض من الاسئله اللي الضيوف اللي عم بيشاهدونا طرحوه علينا، فانا بشكل عشوائي راح اخذ بعض الاسئله وراح اطرحها على حضراتكم. في سؤال بدي اوجهه للاستاذ نوزت من الاستاذ محمد الداغستاني. طبعا احنا حكينا بانه الهيئه العامه لابد من تفعيلها بطريقه افضل، لانه بالنهايه الهيئه العامه فيها مجموعه من اصحاب الخبره والتخصص وفي مجالات مختلفه، والهيئه الاداريه دائما تحتاج الى خدمات الهيئه العامه. ودائما يعني بالهيئات الاداريه بيقولوا الهيئه العامه ما عم تتعاون، والهيئه العامه بتقول الهيئات الاداريه ما عم تشتغل. فبدنا يكون في نوع من التنسيق بين هالطرفين هدول، اللي الطرفين لا شك بانه نواياهم يعني بتصب في اتجاه تطوير الجمعيه الشركسيه. استاذ محمد الداغستاني بيسال السؤال التالي: هل سياسات الادارات المتعاقبه ادت الى تخاذل وتهميش دور الهيئه العامه؟ تفضل استاذ نوزت. يا سيدي شكرا للأستاذ محمد على هالسؤال. ما بدي أقول إنه الهيئات الإدارية أدت لهذا الحكي، لا، الهيئات الإدارية كل ما استطاعت إنه تبذله وتعمله عملته وسوته. هلا إن كانت أصابت أو أخطأت، يعني إن أصابت فلها أجرين وإن أخطأت لها أجر. ما بنقدر إحنا نحكم على هذا الحكي، لأنه ما بنقدرش نعرف شو الظروف اللي كانت لما كانت تتخذ هذه القرارات اللي كانت تأثر على الهيئة العامة. ولكن من منطلق الهيئة العامة إنها هي المرجع القانوني الأول لأعمال الهيئة الإدارية، أنا أشعر إنه لابد إنه الهيئة العامة هي نفسها تفعل نفسها، هي نفسها تفعل بنود النظام الداخلي تبع الجمعية الخيرية الشركسية للرقابة على أعمال الهيئة الإدارية. لأنه في مرات كثير الهيئة الإدارية بتشوف إشي كأشخاص بيشوفوا إشي إنه والله هو صحيح وهو في مصلحة الجمعية، لكن بتلاقي ناس الخارج البرة ما بيشوفوه بالطريقة اللي شايفينها أعضاء الهيئة الإدارية. فلذلك لابد من إنه يكون في جهاز رقابي مشكل من الهيئة العامة لمراقبة أو الحكم على قرارات الهيئة الإدارية. لأنه بالنهاية إذا بدنا نحكي والله إحنا انتخبناكم يا هيئة إدارية مشان أنتوا تحملوا العبء عنا وأنتوا تتخذوا القرارات، في أشياء كثير النظام بمنع الهيئة الإدارية إنه تتصرف فيها إلا بعد مشورة بموافقة الهيئة العامة. يعني هلأ زي ما تفضل الأستاذ دانيال، يعني في أمور بدنا نعملها بس يا أخي مش قادرين إحنا نتصرف فيها لأنه النظام بيسمح لناش، بدنا نأخذ رأي الهيئة العامة بوافقوا ولا ما بوافقوا. وهذا بين قوسين بحطه تحديدا بالتصرف في أملاك الجمعية الخيرية الشركسية، من بيع، من شراء، من مشاركة. لا يمكن لهيئة إدارية للجمعية الخيرية الشركسية أن يكون لديها الجرأة باتخاذ قرار مثل بيع أملاك الجمعية بدون موافقة الهيئة العامة. هلا هذا الحكي الهيئة العامة بجوز يكون صعب لأنه أعدادها كبيرة، فلذلك أنا اللي بقوله إنه يكون في هيئة رقابية منتخبة من الهيئة العامة، يكون في عنا زي ما شو بسموه ديوان المحاسبة، يكون عنا بالجمعية هيئة رقابية من الهيئة العامة قاعدة كل ما بصدر شو بسموه محاضر الجلسات تبعت الهيئة الإدارية
اللي بتشتمل على القرارات اتخذتها الهيئة الإدارية، يأخذوها اللجنة هذه يقرأوه ويشوفوا هل يتماشى مع الأنظمة والقوانين تبعتنا، وهل المصلحة فعلا تتحقق، مصلحة الشركس ومصلحة الجمعية من خلال هذه القرارات. فأنا أعتقد أن اللوم مش على الهيئات الإدارية في هذا الحكي، اللوم على غياب وليس تغييب، على غياب الهيئة العامة وعدم تحملها مسؤوليات. أشكرك. أعتقد أن هذا جواب اللي بقدر أعطيه. تسلم. شكرا. في سؤال للأستاذ أمجد، هو انطرح للأستاذ نوزت، ولكن أنا بعتقد أنه يعني الأستاذ أمجد تقدر تجاوبنا عليه. السؤال انطرح من الأخ بشماق ومحمد، بيسأل: هل ظاهرة انتشار المؤسسات الشركسية وتعددها واختلاف مرجعيتها هل ساعد بضعف عمل الجمعية وانفضاض الأعضاء من الالتفات حولها؟ هل المؤسسات الشركسية بتساند يعني الجمعية الشركسية بأعمالها وبتاخذ عنها أعباء، ولا هي فعليا وجودها عم بضعف من دور الجمعية الخيرية الشركسية؟ تفضل أستاذ أمجد. يعني الجمعية الشركسية بكفيها الهم اللي هي فيه والمشاريع اللي عندها، سواء المدرسة ومجلس الأمناء والفروع السبعة والروضة اللي في وادي السير والروضة والحضانة اللي في الصيفة، وكذلك المطبخ الشركسي والسماور. يعني كثير في شغلات تابعة للجمعية الشركسية كاهل سواء الهيئة الإدارية أو اللجان الإدارية في الفروع. وضع صعب جدا حقيقة، يعني جمع بين كل هالشغلات هاي. بعض الأحيان كثرة المؤسسات قد يسهل على الجمعية أو يخفف عليها إذا كان في تنسيق ما بين هاي المؤسسات والجمعية في إدارة النشاطات، في عمل أي نشاط ممكن يصير، أو في توزيع المهام. الآن إحنا عندنا مش بس في مؤسسات كنادي الجيل والأهلي والأكاديمي، في عندنا هيئات يعني مثل إيد بإيد خلينا نفيد، وعندك تبع كراج سير، وهم ناجحين 100% للعلم يعني، وعم بيقدموا خدمات رائعة جدا، وعم بخدموا طلبة في الجامعات بأسلوب كثير راقي وممتاز، كثر الله خيرهم. لكن نأمل أن يكونوا من ضمن مؤسسة رسمية تابعة للجمعية. عندك الدينار الخيري كمان، في أحد الإخوان كان يعني حامل الهم لحاله شغال فيه ليل نهار وتعب فيه حقيقة، ولازم هذا كمان يعني مشروع يكون ضمن مؤسسة رسمية أنها تتابعه. فبعتقد أنه إذا تم التنسيق ما بين المؤسسات الشركسية كافة في الوطن، في الأردن هنا، بطريقة إيجابية وبطريقة منطقية ومؤسسية أيضا، أعتقد أنه شيء جيد وإيجابي. بس إذا تفضل اسأل. لا تفضل كمل إذا عندك شيء. خلص كنت أحكي عن موضوع الاستثمار، أرجع بشغلة حكاها نوزت، بس يعني إذا بتسمح لي. تفضل. يعني إحنا بموضوع الاستثمار، إحنا ناس كانوا يقول عندك 70 مليون، ناس بقول 100 مليون، أنا سمعت في 150 مليون للجمعية من أملاك. إحنا كشركة بعتقد مش قادرين إنه إحنا نستثمر ونفكر في مجال الاستثمار. أنا مش اقتصاديين، في عندنا كم من واحد على حقيقة عندهم أفكار جيدة وممتازة ومؤهلين للحكايات، لكن الاستثمار بحد ذاته بده مؤسسة مالية متخصصة فهذا الموضوع، اللي تحط لك المشروع المثالي وتتبناه، يعني شيء علمي يكون مش فزعة. شكرا. تمام. أخ دانيال، بما أنه حضرتك موجود بالقفقاس ومن المتابعين بشكل كبير للعلاقات ما بين شركس الأردن والشركس إن كان في تركيا ولا بالقفقاس، بحكم معرفتك اللغة التركية واللغة الروسية، ففي سؤال من الدكتور شوكت عثمان عم بيحكي سؤال هام: لابد من خلق جمعية العامة للأمم الشركسية على مستوى العالم ومركزها بمايقب، وفيها علماء شركس من كل أنحاء العالم، ويكون مجلس يختار شخص اسمه الأمين العام للأمم الشركسية، مقترح لتوحيد الشركس بإطار معين. فما رأيك في هذا الاقتراح أو التوجه، علما بأنه في وحدة اسمها الجمعية الشركسية العالمية، وهي التجربة موجودة على أرض الواقع، ويعني بشكل أو بآخر يمكن نفس الفكرة، فما بعرف إيش الفرق. ولكن تفضل دكتور أخ دانيال، شو رأيك في الموضوع؟
يا سيدي بداية احنا بجوز انا بداية قد يكون بدي افترض انه خان التعبير سيدي، نحن امة شركسية ولسنا شركسية. هاي بجوز بداية احنا we are a nation بالنهاية، مش صح. نحن تعرضنا لشتات في دول موزعين، لكن بالنهاية بجمعنا قومية ولغة وخابزة واحدة، فبالنهاية نحن أمة ولسنا يعني بالمنظور هذا. وجودنا في بقاع مختلفة من العالم هو ذو شقين. نعم هو تحدي كبير، لكن إذا عرفنا كيف نستغله بالطريقة الصحيحة لا بل هذا يشكل عنصر قوة إلنا. لكن إحنا يجب أن يكون ما يوحدنا جذورنا في الوطن. هذا اتفق معه، احنا كل هذا الاطار العام، انا بحط لك الاطار العام. لكن تعدد المنظمات هنا النقطه اللي انا ما هو بدي افهم شو الاجنده تبعته، شو الهدف. هل احنا مثلا طرح موضوع الحفاظ، احنا حتى بالدياسبورا او بدول اللي احنا المضيف العايشين فيها، إذا استمرينا بالنمط اللي احنا ماشيين فيه نفسنا عن جذورنا في الوطن، تأكد سنضيع. هذا نتيجة حتمية. اللي قاعد بيمدد بعمر الأمة الشركسية بالعكس تواصلها في المهجر، خلينا نقول في دول المهجر، بالعكس تواصل قاعد بيعزز يثري، قاعد بصير حتى يقوي أواصر. أنا بعرف من نفس العائلة، يعني في كذا دولة مثلا، مش بس إنه إحنا إحنا ما بنحكي من نفس العائلة بتلاقيه في القفقاز، في تركيا، في الأردن، في سوريا، فما بتقدر تقول هاي أنا بعتمد يجب أن أقرأ شو التوجه. هسه إذا كانت النية بمنظمة الأمم الشركسية، أنا مش المسميات اللي بحاجتها، أنا بحاجة لبرنامج عمل، وأنا بفضل برامج العمل هاي تكون بيست بالوطن، لكن إذا إلها أذرع تدعم وهذا شيء جيد. أما أشكل أنا كيانات جديدة وأساوي تحديات وأساوي صدامات، أنا إذا الكيانات الجديدة لاختصاصات معينة، مثلا لبرنامج عودة، مثلا شيء مثلا محدد، خلينا نقول لمساعدة عائدين، الحفاظ على منظور معين ضمن المنظومة السياسية الدولية الحالية، مثلا الحفاظ على كذا. حتى الجمعية العالمية مثلا عند تأسيسها، تأكد أنا حضرت التأسيس صدقا، أنا كنت من بداية تأسيس وكنت في اللجان العاملة اللي عملنا عليها كمان. لما تقرأ في حينه ما تم طرحه شيء رائع للأمة الشركسية، وكل الأهداف اللي احنا موجودين فيها انعكست. وهذا حتى انعكس على في حينه، خلينا نقول في فترة، أنا بحكي بداية التسعينات والاتحاد السوفيتي نهاية أيامه وفترة الانهيار. هذا انعكس حتى على دساتير جمهورياتنا الشركسية الثلاثة في الوطن، إنه صار طرح موضوع الحفاظ على الهوية، العودة، يعني مواضيع حقوق تاريخية، اعترافات ضمنية، كانت في حينه أفكار رائعة. هسه مع الزمن هاي تغيرت، أوكي نتفق، قد يكون الأسباب لا إذا خضنا فيها لن تنتهي، لكن تعدد، أنا ما هو يجب أن أفهم شو الهدف تبع التارجت تبع هاي المنظمة اللي بتأسس لي إياها. إذا كانت تتوافق لهدف معين، لا توحيد الصف. اما اذا انا كل جهه بدي اساوي لها مؤسسه، والله كل فكره وتصير احنا بس لغايات انه والله حمداغه زي ما بيقولوها، كمان هذا برضه كمان يجب ان يوضع في ميزان معين. يعني قبل ما نفكر في تاسيس منظمه جديده يجب ان ندرس الهدف والغايه من تاسيسها. نعم، يعني لابد من مراجعه واعاده النظر في المؤسسات الشركسيه، يعني حتى الجمعيه الشركسيه العالميه كمان في وجهات نظر، في تحفظات على دورها، ولكن يعني أولا وآخرا إحنا الحل بيجي عن طريق وضع دراسات وتحليل مشان نشوف شو الإيجابيات والسلبيات لكل من هاي المؤسسات، وزي ما تفضلت دراسة شو الأهداف من تأسيس مؤسسات جديدة، وهل هي ستصب لمصلحة المجتمع ولا لا. أنا بدي أضل معك أخ دانيال، لأنه في سؤال من الأستاذ عدنان يونس بزدوغ حول تهميش الفروع. يعني الأستاذ عدنان بيشوف إنه الفروع الجمعية الخيرية الشركسية ما عم تاخذ حقها، وطبعا هو بما إنه موجود بالزرقاء فبعتقد إنه هم عم بيحسوا في نوع من التهميش
يمكن أو هو بيحس بنوع من التهميش للفروع. فما رأيك أستاذ دانيال؟ هل في مجال إنه يكون في اهتمام أكثر من الهيئات الإدارية للفروع؟ يا سيدي الأستاذ عدنان أصلا يعني هو يعني واحد من لب الهيئات الإدارية، وهو مطلع على الأمور كثير. هسا إحنا مناطق جغرافية قد يكون سابقا كان دعم بسبب أنه كان في وفرة، كانت الأمور المالية شوية مرتاحة. لكن في مؤخرا يعني مثلا أنا بقول لك على سبيل المثال يعني أنا صدقا أنا حاب بس أوضح شغلة. مثلا الانكم اللي قاعد بيجي ما عاد زي اول. مثلا مش موضوع تهميش، ما بدنا ناخذه بموضوع تهميش، قد يكون لانه هسه في فروع معينه قاعده والله هي نفسها سيلف موتيفيتد، عندها بتشارك بنشاطات معينه، كان من بازارات، من ورش عمل، من كذا، بتلاقي في نشاط داخلي. لكن مثلا تحديدا انا بدي اكون اكثر تحديدا، بجوز قد يكون الشكوى جايه من فرع الزرقاء وفرع الصيفه بجوز تحديدا. هسه الاعداد اللي موجوده كمان قلت عن اول، بجوز الناس ما عادت بالاعداد اللي كانت موجوده سابقا. في فروع اخرى استطاعت من خلال حملات معينه تعزز هي دخلها. على سبيل المثال فرع جرش مثلا، المبنى اللي ساووه، القاعه اللي ساووها، المحلات اللي اجروها، صار يساهم نوعا ما بتخفيف الاعباء. فبتلاقي في فروع احنا صدقا لا زلنا لليوم والله نقدم، يعني خاصه تحديدا الزرقاء وتحديدا بجوز هذا يعني دعم احنا اللي ما نستطيع فيه يعني بمصاريف قد يكون اقول لك لاحيائه. يعني صار الموضوع احياء الفرع فعلا مكلف، انت فهمت علي؟ زائد ما عاد يقدم خدمات مش انه هسه انا لي حق تاريخي في المنطقه يجب ان احافظ عليها واحافظ على الفرع اللي موجود وكذا. لكن هذا الفرع هسه حاليا الاعداد كثير خفت عن اول، فقد يكون هسه برضه كمان انا ما بدي القي كل الاحمال على الهيئه الاداريه في المركز. انا كمان في منطقتي لما يكون في عندي مبادرات اطلب اي دعم مثلا من المركز، تاكدوا المركز لا يتوانى عن تقديم. وعند خلينا نقول لما تسكر بالمره اخواننا بالفروع بيعرفوا انه الهيئه الاداريه كمان قاعده تقدم وما بتركوا الفرع للاخر. بس لكن هي اولويات بس في المواضيع، قد يتاخر شيء قد يتقدم شيء، لكن في النهايه لن نترك فرع، لن يترك فرع لا سمح الله يصل لمراحل صعبه شوي. تمام. يعني انا هلا طبعا احنا تجاوزنا الوقت اللي احنا كان يفترض انه نحكي فيه، ولكن يعني انا مشان هيك بشكل سريع ارجو ان تتم الاجابه على آخر سؤال لكل شخص في لحضراتكم. أستاذ نوزت، لو عدت إلى الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية. تفضل أستاذ نوزت. تسمح لي بس في دقيقة بس فضل. في لي تعليق على السؤال اللي انسأل بخصوص المؤسسات الأخرى العاملة على الساحة الأردنية. نعم. هل لها تأثير على الهيئة العامة وانتظامها مثلا مع الجمعية الخيرية الشركسية؟ أنا ما أعتقد أنه لها تأثير، لأنه كل مؤسسة لها نظام وإلها هدف، وأنا بعتبرهم هدول المؤسسات كلهم أذرع من أذرع الجمعية الخيرية الشركسية، آملا أنه كلهم يتقبلوا أنهم يكونوا تحت مظلة الجمعية الخيرية الشركسية، ويأخذوا كل مؤسسة الشغل اللي هم مختصين فيه ينجزوا عن للجمعية، ويزودوا بتقارير الجمعية الشركسية، يعطوها تقارير يقولوا احنا انجزنا هيك 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 هيك، تفضلوا عملنا هذا الحكي. واذا طلب منهم شيء من الجمعية انه بدنا تتابعوا لنا هالموضوع هذا، يتابعوه. هذا ما اعتقد انه بتضارب مع الإدارة للجمعية الخيرية الشركسية المركز. انا وجهة نظري انه التعاون مطلوب مع كل المؤسسات. وآسف للإطالة، وتفضل دكتور. يعني بس بدي أحب أعلق على هذا الموضوع. فعليا يمكن كثير من الناس ما بيعرفوا أنه رؤساء المؤسسات الشركسية من فترة 2-3 أو أكثر 4 سنين، رؤساء المؤسسات الشركسية كلهم بيجتمعوا بين كل فترة والتانية. إحدى المؤسسات بتدعو المؤسسات الثانية، والاجتماعات بتصير في جو فعلا يعني راقي ومرتب وفي تفاهم كامل. بقدر أقول يعني أنا
حضرت أكثر من اجتماع من هاي الاجتماعات، أو حضرتهم كلهم للاجتماعات، وما شفت أي سوء تفاهم حدث بين أي طرف من الأطراف. الكل مجمع على أن الجمعية الشركسية هي المؤسسة الأم في الأردن، وهي المرجعية في العديد من الشغلات. طبعا كل مؤسسة لها دورها، المجلس العشائري له دوره، النادي الأهلي له دوره، نادي الجيل له دوره، كل المؤسسات لها أدوار، وفي تنسيق بشكل جميل جدا. ويا ريت كان هذا الشيء اللي بيصير في الاجتماعات يتم إعلام المجتمع فيه، لأنه صورة جميلة من صور التعاون في المجتمع الشركسي. أنا بشوف أنه فعلا المؤسسات الشركسية بتكمل بعضها البعض، والجمعية الخيرية الشركسية لا تستطيع أن تحمل كل الأعباء. متطلبات المجتمع الشركسي كبيرة جدا، ويجب عدم الإهمال في أي دور من هذه الأدوار. برجع أستاذ نوزت، لو عدت إلى الجمعية الخيرية الشركسية الهيئة الإدارية، ما هي أهم النقاط اللي راح تأخذها بعين الاعتبار، وأنت خبير في هذا الموضوع ومتابع للموضوع؟ الهيئة الإدارية القادمة عليها أن تلتقط الرسالة اللي حابب أنك تحكيها. لو عدت إلى الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية ماذا ستفعل؟ يا سيدي، هو أنا لما كنت أمين سر الجمعية كان في شغلات كثير كنت أنا حابها إن نستمر فيها وننجزها ونكملها. لو عدت، أو بديش أقول لو عدت، أنا بدي أعملها كنصيحة للهيئة الإدارية القادمة، إنه إذا بلشوا في مشروع يبلشوا فيه من بداية دورتهم الإدارية إلى نهايتها، لنهاية المشروع، وما يحاولوا يبلشوا في مشاريع ثانية اللي يضيعوا المجهود تبعهم في عدة مشاريع وما ينجزوش ولا واحد. فمن المشاريع اللي كنا احنا اشتغلنا عليها وكنا حابين انها تمنينا انه ننجزها وما استطعنا، مشروع النظام الإداري والمالي، وكان تم إعداد نظام إداري ومالي قمة بالتعاون مع الدكتورة منى هاكوس. وين صفى شو صار فيه ما بقدر أجاوب لأني ما بعرف من تركت الجمعية. فهذا المشروع أنا بتمنى إنه الهيئات الإدارية القادمة أو الهيئة الإدارية القادمة اللي بدها تخوض، أو الكتلة اللي بدها تخوض الانتخابات القادمة لإدارة الجمعية، إنه يتبنوا هذا المشروع لإنجازه بالسرعة الممكنة حتى ننتهي من هذه المعضلة، لأنه كل الإدارات وكل الهيئة العامة بيضلوا يعيدوا ويكرروا نفس المشكلة. ما دام حاطين إيدنا أصبعنا على الوجع، خلينا نحط له الحل وننتهي يا أخي. هذه أول شغلة. الشغلة الثانية بالجمعية الخيرية الشركسية، مع الناس بس حنوطية للاستثمار. تفضل، وبجوز الأخ أمجد حكى هذا الحكي، بس لعل في الإعادة إفادة. الجمعية فيها أشياء كثيرة ممكن أنها تستثمر. التأمين الصحي إحنا مشينا فيه ما كملناه. فتح عيادة صحية بلشنا فيها وما كملناها. طلعنا بطاقة صحية وقعنا اتفاقيات مع مستشفيات وأطباء خاصين، كمان هذا الحكي ما كانش له مردود، وما كان يعني شعرت أنا واحد من الناس اللي عملت حالي إني مواطن شركسي عادي ورحت وما قبلوش البطاقة اللي كنا مسوينها. فلذلك أنا بقول إنه هذه مشاريع ممكن إنه الهيئات الإدارية القادمة تتبناها وتستثمر فيها، إلى إنه نستطيع إنه نلاقي حل لمشكلة استثمار أرض حنوطية. 2، عندنا القاعة متعددة الأغراض. القاعة يعني الإدارة اللي قبل إدارتنا نحن اشتغلوا فيها وأنجزوا، الله يعطيهم العافية، وسووا كل شيء وكان موافق على كل المخططات تبعتها. اجت إدارتنا نحن ارتأت إنه والله لا، هذا في شيء مش كويس لازم نغيره. اجوا غيروا ودفعوا كلفة على التغيير اللي صار. راحت الإدارة هذه، اجت الإدارة اللي وراها ردوا قالوا هذا كمان مش كويس بدنا نقيمه، ردوا أزالوه. وهذه كلف مالية على الجمعية، فلوس راحت على شيء فاضي.
انا من يعني لما بنوا دفعوا مصاري ولما هدوا دفعوا مصاري. طبعا. نعم. فلذلك انا وجهة نظري انه لابد من التخطيط، وهذا سببه انه الادارات اللي عماله تجعل جمعيه غير متخصصه. بعدين عدم مؤسسيه في الشغل تبع الجمعيه. لو كان عندنا مؤسسيه في شغل الجمعيه ما كان في اداره تعتدي على قرارات الاداره اللي سابقها. القرار اللي يتخذ من اي اداره يجب انه كل الادارات اللاحقه تطبقه وتشتغل عليه وتتعامل معه. احنا ما بدنا كل ما تيجي اداره جديده نرد نبلش من الصفر زي ما بيسووا. بديش اسمي هلا جهات ثانيه. وصلنا لمرحله عدم المؤاخذه، الشعب الشركسي صار 90% منه مثقف، دارسين متعلمين وعارفين وفهمانين. فلذلك احنا لما بنيجي بنتخذ قرار كهيئه اداريه، بغض النظر اي هيئه اداريه اتخذت قرار، ليش الهيئه الاداريه اللي بتيجي وراه بدها تغلطها وتقول هذا مش كويس؟ لا، تبنوا يا اخي وخلصوه، روحوا سووا مشروع جديد بالشيء اللي انتم بتفكروا فيه، ما في مانع. فلذلك لو تم انجاز القاعه المتعدده الاغراض كانوا احنا في غنى عن كل شيء. هلا ما كان تعبنا في هالحكي هذا، كان جابت ايراد للجمعيه كويس. تمام. هذه من ناحيه الاستثمارات. هلا في استثمارات في البشر، في الناس. احنا بدنا نخلق فرص عمل زي ما تفضلوا الاخوان، بدنا فرص عمل مشان المجتمع الشركسي لابنائنا. هذا الحكي ما بصير احنا نتركه فلو. هذا موضوع بده يكون فيه له نظام يعني نعمل من خلاله. ما بزبط هذا الحكي. وهذا الكلام اذا ما كان في ادارات قادره على هذا الكلام مش راح نقدر نسوي ولا شيء. انا كيف بدي اجي اخلق فرص عمل لابنائنا وانا ما عنديش شيء اسوي؟ ما عنديش قدره اسوي عياده صحيه. في عندنا اطباء هيهم بيشتغلوا بعيادات، اطباء شركس بيشتغلوا بعيادات صحيه. شو بيشتغلوا بهداك اليوم؟ هم هذا دخلهم، مش قادر يفتح عياده. فلذلك لو افتتحنا احنا سوينا مستوصف زي المشافي اللي عمالنا بنشوفها، اطبائنا اول ما يتخرجوا بنقدر نشغلهم فيها، يخدموا اولادنا. نعم. وهناك في انظمه وفي يعني انا واحد من الناس اللي اجتهدت درست ووضعت نقاط على حروف بخصوص مواضيع معينه. بجوز لا يسمح لنا الوقت لنقاشها هلا، بس ممكن نلاقي طرق كثيره احنا اللي نوجد فرص عمل ونشغل اولادنا ويكونوا ما نتكلم، يعني ما تتكلف الجمعيه بمبالغ كبيره مشان هذا الحكي. بالعكس ممكن تربح يعني من هذه المشاريع كمان. طبعا راح يجي دخل للجمعيه الشركسيه من هذا الموضوع. 100% راح يجي دخل. نعم بس بدها ترتيب وتنظيم. بالضبط، بدها اداره. صحيح. بدها إدارة. صحيح. لا شك بما في اي شيء بنجح بدون اداره. صحيح. اداره منظمه ودارسه خططها منيح. بالضبط. فيا سيدي احنا هذه الشغلات اللي عمالنا بنحكي عليها. انا بهمني اركز، يعني استثمروا يا ناس يا مرشحين، استثمروا في الهيئه العامه للجمعيه الخيريه الشركسيه. زيدوا عدد اعضائها. احنا بحاجه انه كل شركسي بالغ سن الرشد انه يكون عضو في الجمعيه الخيريه الشركسيه. احنا صحيح. الجمعيه ليست بحاجه اشتراكاتنا. صحيح. يعني 12 ليره بندفعها بالسنه، الجمعيه مش بحاجتها. بس هذا عباره عن التزام وولاء منا نحن كمواطنين شركس تجاه جمعيتنا. إذا قدرنا نوصل لهالحكي هذا ونخلي كل أبنائنا البالغين سن الرشد أعضاء بالجمعية الشركسية راح تنحل كثير من مشاكلنا. ومشاكلنا كلياتها اللي أرجوه أنا لأني كنت في خضم مشاكل كبيرة تولدت لنا كهيئة إدارية، سببها كان وسائل التواصل الاجتماعي. يا عمي كإدارة للجمعية الشركسية ما بصير تتدخلوا بهاي الشغلات، اتركوها. لا تردوا على الناس شو بيحكوا على اللي بده أي شيء يتفضل على الجمعية. وسائل التواصل الاجتماعي عمالها بتخلق مشاكل أكثر مما بتحل مشاكل. إحنا بنعرف كلياتنا إنه في عنا مشاكل، بس حلها مش بالطريقة هاي. نعم. واثنين أرجو من الجميع
بما فيهم نفسي، أنا أذكر نفسي قبل ما أذكر الكل، إنه نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا واحترامنا. الألفاظ البذيئة اللي عمالها بتصدر من بعضنا على وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد إنها يجب أن تراقب، يجب أن تحاسب. وهذا شيء مؤلم جدا، وما يؤلمني أنا يؤلمني جدا جدا ما بسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي. مهما كنت أخطأت أنا كإداري بالجمعية، كعضو بالهيئة الإدارية للجمعية، مهما أخطأت لا يحق لأي كان إنه يتلفظ بألفاظ بذيئة تجاهي على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا بدك أي شيء، إذا أنت شاعر إنه أنا غلطت في شيء، تعال يا أخي وحاسبني، تعال احكي معي شخصي. أما وسائل التواصل الاجتماعي مش لحل مشاكلنا إحنا قدام العالم والناس. نعم. شكرا لكم. تسلم. يعني أنا عم بحاول أخليك تستعجل لأنه شوية إحنا أخذنا وقت زيادة عن اللزوم، فأعذرني. أستاذ أمجد لمبز، يعني أنا حابب أسألك على الموضوع اللي أنت لك علاقة فيه أكثر من غيرك، اللي هو مجموعة الأسرة، اللي هي جزء من الهيئة العامة. جزء من الهيئة العامة طرحت نموذج لإعادة تغيير شامل لمجمل القضايا المتعلقة في شؤون الجمعية الخيرية الشركسية، بهدف يعني جمع مجموعة من الناس المختصين في وضع خطط عمل وفي وضع استراتيجيات. الأسرة ما هي الحلول اللي عم تطرحها في هذا الموضوع؟ وبما فيها هم يعني رح يطرحوا موضوع ورشة عمل اللي يجمعوا فيها أكبر عدد ممكن من الناس اللي يتحدثوا في هذا الموضوع. الأسرة الشركسية ماذا تفعل لحل هذه القضايا، أو ماذا تقترح من توصيات لحل هذه الأمور؟ تفضل أستاذ أمجد. في البداية الأسرة الشركسية هي مجموعة من الأشخاص من أعضاء الهيئة العامة للجمعية، ومن الناس اللي قلبهم على الجمعية وحابين يخدموا الجمعية بشكل عام، وخوفهم على مستقبل الجمعية اللي هو على خوف على أولادنا وأحفادنا. بالتالي هم اللي راح ينضروا بما لو الجمعية ما تم عمل شيء جيد لها للمستقبل. الأسرة الشركسية عم بتحاول تعمل اللي هو الاستراتيجية عمل الهيئات الإدارية القادمة، بحيث يكون في مأسسة للعمل، وهو أيضا اللي هو من ضمنه راح يكون في نظامين، الإداري والنظام المالي، اللي راح يخلوا الشغل مش على مزاج واحد معين، رئيس أو نائب رئيس أو أمين سر يقول بدي أسوي كذا أو بدي أعمل كذا، ويجبر أو يخجل أعضاء الهيئة الإدارية على عمل هاي الجمعية. حتى أي قائمة بتحب تنزل تسوي البيان الانتخابي تبعها على هوى الاستراتيجية الموجودة، ولما تنجح إذا نجحت بدها تحول هذا البيان إلى برنامج عمل بما يتوائم وخطط الاستراتيجية الموجودة. الاستراتيجية شيء عظيم جدا، وما في جمعية الآن بدها تنجح إلا عندها استراتيجية وعندها هدف عام وعندها رسالة وعندها رؤية، مثل كل الجمعيات العالمية الNGO في العالم كله عندهم هذا الشيء، بيشتغلوا ضمن أسس واضحة. ما في شيء بيجي رئيس أو هيئة إدارية تشتغل على كيفها لأنه بدها تعمل الشغل الفلاني أو عندها المشروع الفلاني، تشتغل بالتوائم وبموائمة مع الاستراتيجية الموجودة بالجمعية. يعني مأسسة العمل من خلال الاستراتيجية هو الشيء الأفضل لمستقبل الجمعية إن شاء الله. وزي ما قلت لك يعني مجموعة الأسرة هم مجموعة قلبهم على الجمعية وخايفين على الجمعية وخايفين على مستقبل الجمعية، لأنه إحنا شايفين الهيئات الإدارية المتعاقبة على الجمعية مشاكلهم بين بعضهم. يعني سوري على الموضوع اللي بدي أحكي فيه، لكن هو الواقع اللي عم نشوفه بعيننا، في مشاكل بين أعضاء الهيئات الإدارية وأدت لاستقالات أثرت على عمل الجمعية وأداء عملها والخدمات اللي بتقدمها للمجتمع الشركسي. لكن لما يكون في استراتيجية واضحة بعتقد راح تخف هاي الإشكاليات وربما تنتهي نهائيا. والله يوفقهم ويساعدهم. يعني من البداية بيكونوا يعني من البداية بتكون الهيئة الإدارية متفقة على الخطوط العريضة اللي بدهم يشتغلوا عليها، وبالتالي ما بيصير سوء تفاهم يؤدي إلى نزاعات داخلية تؤدي إلى تجميد الإدارة. أي كتلة أي قائمة راح ترشح لانتخابات الهيئة الإدارية في المستقبل راح تنظر للاستراتيجية المعمول فيها وراح تحط خطة عملها أو برنامجها أو بيان انتخابي حسب الاستراتيجية الموجودة، ما راح تخلق شيء جديد من عندها، راح تشتغل لكن بأسلوبها ضمن الاستراتيجية الموجودة. يعني بالنهاية
يعني مجموعة الأسرة يعني بالنهاية هي بتقدم توصيات، والإدارات هاي التوصيات تأخذها تعدل عليها تضبط عليها، هو حق من حقوقها طبعا، ولكن هي كمان ما في تشريع بالدنيا. إذا سمحت لي بس يا دكتور، ما في تشريع بالدنيا كامل إلا القرآن الكريم. أي تشريع بتنعمل فيه بيظهر فيه أخطاء بعد ما تمارس العمل فيه. حتى الاستراتيجية اللي احنا عم نشتغل عليها قاعدين حاليا، لما يشتغلوا عليها الهيئات القادمة راح يلاقوا في ثغرات معينة، راح يصير في تعديل بلا شك عليها. بس هذا لا يعني انها تكون فاشلة إذا وجدنا فيها خطأ أو خطأين يعني، أو ما قدروا يوصلوا لحل معين في زاويه معينه. تعرف لانه الزمن بتطور والادارات تتطور والادارات الماليه تتطور، فبدك تطور نفسك وتطور استراتيجيتك برضه مع تطور المجتمع وتطور الحاله العامه للتعامل في الجمعيه. بتمنى من كل الناس اللي يدعموا الاسره الشركسيه ووقفوا معها، لانه الهدف صدقا هدف نبيل جدا، يعني هو مستقبل الجمعيه ومستقبل اولادنا واحفادنا ان شاء الله في الجمعيه. أستاذ دانيال، يعني أنا كنت مخبي آخر سؤال له علاقة بالتواصل الاجتماعي، مع أنه الأستاذ نوزت حكى رأيه فيه، بس أنا كمان حابب أسمع رأيك. يعني وسائل التواصل الاجتماعي بإيجابياتها وبسلبياتها، هي لا شك أنه لها إيجابيات وإلها سلبيات، يعني زي أي أداة إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة فهي إيجابية، وإذا أسيء استخدامها فهي قد تكون تسيء لمسيرة الجمعية الخيرية الشركسية. صحيح. فما رأيك بوسائل التواصل الاجتماعي؟ وين إيجابياتها وين سلبياتها؟ وكيف ممكن أن نعظم من الإيجابيات بحيث أنه إحنا كمجتمع شركسي، لأنه يعني أكيد بينقصنا مسألة التواصل بين بعض، بين مختلف الفئات، وإحنا ما عندنا وسيلة نتواصل فيها، لا عندنا راديو ولا عندنا أي جهة أخرى اللي تخلينا نسمع لبعض. فوسائل التواصل الاجتماعي مهمة جدا بالنسبة لنا، حتى ولو كان في لها سلبيات. فما رأيك كيف ممكن أن نطور وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تخدمنا أكثر مما أن نخاف منها؟ تفضل. صحيح. أنا بس بعد إذنك قبل ما أخوض بهذا السؤال بعتبره جدا مهم، بس أنا في تعقيب أو تعليق بسيط على اللي تفضل فيه أخونا الكبير أستاذ أمجد. أنا في على نقطة الاستراتيجيات والكذا. هسه لما تنبنى استراتيجيات، إحنا لما نحكي بالعموم غير لما أحكي باستراتيجية قابلة للتنفيذ. وفي جزء مهم، أنا كوني اشتغلت في مجال التخطيط الاستراتيجي، في شيء اسمه أهم شيء الدروس المستفادة في نهاية تطبيق الاستراتيجية. فيش الكمال لله وكتابه وقرآنه، هذا اللي بنحكي فيه كمال ما حدا بيقدر يناقش فيه. لكن أي استراتيجية تبنى، أنا مشان بس تعقيب بسيط، أهم عامل فيها بنهايتها في شيء اسمه الدروس المستفادة، فيدباكس. أنا مشيت باستراتيجيتي فيها ثغرة فيها كذا، أنا خلال من الفيدباكس هاي بعدل عليها بمشي، لانه انا بكون فوكست على التارجت او على الهدف الرئيسي فيها. فاحنا استراتيجيات ستبقى قابله للتطوير، فيش استراتيجيه اول تايم اول بليس بزبطش يعني هي. فلا بس لازم انا تعقيب على اللي ناويين ينزلوا في الانتخابات. انا قدمت برنامجي، لا يكفي انه اقدم برنامج عمل انا والله بنظريات وكذا، بس يطرح الفكره، بده يشرح شو خطته بالضبط بتفاصيل، شو بده يساوي. استراتيجيه احط نقاط عامه صح، بس تتبع الاستراتيجيه خطه العمل، الرود ماب اللي بيشتغل عليها. هل خطه العمل تبعته تتوافق مع الاستراتيجيه اللي هو واضعها قابله للتنفيذ، ولا بس زي ما تعودنا نسمع من معسول الكلام يعني؟ فبجوز هذا بس مداخله بسيطه بعتبر. نرجع لموضوع بس قبل ما تفوت على النقطه الثانيه، يعني بما انه له علاقه بموضوع مجموعه الاسره، يعني أنا بعتقد أنه وجود خبراء هم اللي عم بيديروا قضية وضع الاستراتيجية، وخبراء مشهود لهم يعني على الساحة الأردنية وعلى ساحة دولية، وما بعتقد أنه في حدا بيشكك في قدراتهم. فهدول خبراء، وهدول يعني الرجل المناسب في المكان المناسب. بنفس الوقت يعني عم بيتم دعوة كافة المهتمين والخبراء بينهم يدلوا بدلوهم قبل ما تنوضع الاستراتيجية. فهي مش استراتيجية كتلة أو مجموعة، هي استراتيجية عدد واسع من أعضاء الهيئة العامة بيقدموها كتوصية
لا من سيفوز بالانتخابات. انا ما ارجو اسمع. وطبعا بدهم يتم تسويق الافكار تبعتهم ويقنعوا الادارات القادمه بانه هاي الاستراتيجيه شارك فيها اكبر عدد ممكن من اعضاء الهيئه العامه وضعها مجموعه من الاخصائيين تختلف عن ما كان يقام في السابق، بانه بيان انتخابي او وجهه نظر وبيعتقدوا انه هاي استراتيجيه او بيعتقدوا انها خطه عمل. مع احترامنا خطه العمل لازم توضع من قبل الاخصائيين ولازم يشارك اكبر عدد ممكن من اعضاء الهيئه العامه، وهذا ما تطرحه الاسره. بنرجع على السؤال الاخ دانيال، وسائل التواصل الاجتماعي ما لها وما عليها؟ تفضل. ما لها وما عليها سيدي. احنا ما هو خلينا نعترف، انا كونه في عندي صارت تظهر ظواهر خلينا نقول في موضوع وسائل التواصل، هذا باخذها كمؤشر على وجود أزمة في التواصل بين المجتمع. لأنه لو كان في تواصل طبيعي بشكل مباشر، بشكل انه والله انا عندي فكره، تواصل ايجابي، عندي فكره، اطرح حلول، يكون عندنا اساس في التخاطب. احنا اساسنا يكون طرح بحث، نقاش الحلول وليس المشاكل. والله سهل انا انتقد، انا مستعد اطلع انتقادات لاي شخص بيجي وبروح وبيجي. مثلا على سبيل المثال عشان اكون برضو كمان اصل للفكره، الهيئه الاداريه الحاليه طلعت مثلا اجتهدت في الموضوع القرارات المصيريه، انها طلعت باجتماع الهيئه العامه مثلا اللي صار، وحاولنا ننشر للاخوان بجوز من خلال التواصل، تم إساءة فهم الموضوع. بس لما اجوا فكروا انه انا لما اجي ارسخ لمبدا جديد، وهي سابقه تسجل سبقا للهيئه الاداريه الحاليه، موضوع انه انا موضوع ما اخذت قرار في موضوع حنوطيه واحترمت انا انه في هيئه عامه ورجعت لها بالفيدباك واخذ منه. هسه بعديها لاحقا بلشت الاجتهادات على وسائل التواصل، ما بين مشاده ما بين هذا. هسه هذا برجع للسؤال الاصلي، موضوع فهم الاشخاص لموضوع التعامل، استخدام زي ما تفضلت انت بجوز حكيت نقطه جوهريه، طريقه استخدامهم لها. هل في حال طعن في الشخصيات والاساءه واساس معلومات مغلوطه، معلومات اغلبها يا اخوان تسمع من مصادر غير مطلعه اطلاع كامل، ويتم بناء قرارات ويتم تهجم على اشخاص ويتم كذا، يعني هذا بسيء الالفاظ بجوز اخونا الكبير استاذ نشأت حكى عنها. احنا صار عندنا ازمه اخلاق وازمه تواصل. عفوا نوزت، عفوا عفوا هي 3 مرات غلطت ومشينا لك اياها. خلاص سيدي باعتذار الشديد. بالعكس مقبوله منك. بارك الله بك، هذا من اصلك الطيب. فاحنا يعني انا بعتبر ما يتم طرحه، انا كمان بدنا احنا بجوز النقطه الاساسيه، والله يا اخوان اذا كانت النقاشات عادي نتناقش نتفق لا نتفق في طرح معين، هذا شيء طبيعي وهذا اسس هذا، لكن يجب ان نتفق جميعا على الهدف انه خدمه الجمعيه. يجب ان نتفق على مثلا بالتواصل، حتى بالنقاشات اللي بتتم انا لمصلحه احكي لمصلحه اطرح حل، ليش ما اناقش حل؟ انا ليش بناقش لازم اغلط واسب واسيء طب انت تعال اشتى ميدان، تعال قدم. هل انت حضرتك تقدمت واشتغلت في الميدان؟ واي واحد بينزل على الميدان سيتعرض للانتقاد، هي معروفه، وهذا اساس بجوز اي واحد سيدخل العمل الاجتماعي، بجوز الاخوان هم اساتذه كبار في العمل الاجتماعي، يعني ما بطلع منه غير زي ما بيقولوها من الشحبار، واذا مش متحمل انا الانتقاد ما راح ادخل عمل اجتماعي. لكن انا برجع بقول في عنا يجب ان ندرك انه في ازمه حقيقيه في موضوع التواصل يا اخوان في المجتمع، لانه انا يعني حتى لو كانت على حق، واذا زي ما بقول انا والله بدي اغتال شخصيتك، بدي اسيء لك، بطل موضوع حق. هونس في لا هو الخابزه تبعنا ولا هو مجتمع تبعنا ولا هو المثاليات، بدوروا على مثاليات، ومع الاسف اصبح يلعب دور يعني بدل ما يكون جهه رقابيه ونحن نشجع يكون في تفاعل، بجوز الاخوان اثروا الحكي فعلا، انا بكرر ما تفضلوا به انه الدور الرقابي، تفاعل الهيئه العامه، مواضيع معينه، لكن التدخل
تدخل بطريقة سافرة. هاي مؤسسات يجب أن تحترم، هاي مؤسسات لها خصوصياتها، لها أسرارها. هذا كمان ما بيصير كمان أطلقه للعلن. أنا بالعكس قاعد بسيء لها المؤسسات. قد يكون ميزانيتها لقرارات لا تناسبها. أنا كصاحب قرار، أنا قراري يبنى على علم، على معلومة، على أسس، أنت فهمت، على بالمنظور قبل اتخاذ القرار. لكن قرارات المزاجية، قرارات والله فلان عاجب فلان، القرار المثالي خاصة في مجموعة، أنا بحكي كمان يعني احنا كل هذه ردود الفعل نسمعها من جزء من السوشيال ميديا زي ما بيقولوها. هسه انت قرار مثالي على مجموعه او على هيئه عامه، اي قرار نتخذه احنا كهيئه اداريه ومرات لا نتفق على قرار، لكن بالنهايه نتفق من خلال ديمقراطيه مين اكثر اوكي كذا. اما كيف بدي ارجع لهيئه عامه بالالاف؟ هل يوجد قرار انه سيقنعها جميعها؟ يعني ما هاي برضه كمان بتصفي نسبيه الامور فيها في الطرح. فما يتم بحثه في السوشيال ميديا، والله انا اسف انه خارج، والله يا اخوان خارج احنا طبيعتنا كمجتمع شركسي، يعني يضرب بنا المثل. اول شيء احنا من خلال المجتمعات اللي خالطتنا، اول شيء يضرب بالمثل بينا بالاخلاق. يعني الاخلاق هي اساس، هي احد مصادر التشريع عندنا في الخابزه الشركسيه. انه اذا ما صفى عندك، انا كديننا الدين والخابزه اساس تشريع الاخلاق، اذا فقدنا هذا يا اخوان والله ما عدنا نتعامل بطريقه صحيه، وهي ازمه ويجب مواجهتها طبعا بالتوعيه، بالفكر، بالطرح الطيب، بتطوير التواصل. اذا صرنا نتواصل بطرق يا اخي اطرح فكري، اطرح الحلول، اركز على طرح الحلول، مش والله انه خلص انتقد، مش انا اسجل البطوله، هذا ما انا ما عالجت. انا انتقد لاجل الانتقاد، هو ليس الحل. انما الحل انا اقدم خبراتي، اقدم حلولي، نناقش الحلول، نبنى كل واحد يضيف على فكره معينه بحل، يضيف على الحل الى ان نصل لحل اقرب للمثاليه. تمام. يعني احنا بنرجع بنحكي انه وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون لها ثغرات في سلبيات معينه، ولكن صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي نحن كمجتمع شركسي بحاجه لها. احنا لازم نحكي مع بعض، لازم نتواجه، لازم ناخذ ونعطي مع بعض، لازم يكون في اسس. طبعا زي لما انت بدك تسوق سياره لازم يكون في عندك رخصه، ولازم يكون في عندك احترام لقواعد المرور مشان نقدر نتواصل مع بعض. وسائل التواصل الاجتماعي وسائل مهمه جدا لنا كمجتمع شركسي، وهي راح تؤدي لرقينا، عم بتخلينا ناخذ ونعطي. يعني عم نكشف بعض القضايا اللي بالزمانات كانت تروح وتصير وما حدش يدري عنها وما حدا يعرف كيف صارت هاي الشغله. احنا عايشين بعصر لابد من الاستفاده فيه من القضايا التكنولوجيه جديده، نستفيد من اي فرصه لنا لتطوير انفسنا كمجتمع. في نهايه هذا اللقاء كل الشكر والتقدير. استاذ نوزت تفضل. دقيقه بس، تفضل. في لي تعقيب على الموضوع هذا. صحيح وسائل التواصل الاجتماعي وسيله كويسه ومحترمه اذا استخدمناها بالطريقه الصح. صحيح. واذا احترمت نفسي قبل ما احترم الناس خلال استخدامي لهذه الوسائل. نعم. وكل واحد يحللها ويفهمها زي ما بده. الشغله الثانيه في تعقيب على الاستراتيجيه والنصيحه للهيئه العامه في الانتخابات القادمه، انه يا اخوان اذا تم الموافقه على الاستراتيجيه، وان شاء الله انه بتتمموها على خير، المطلوب منكم يا مرشحين للانتخابات القادمه انه تعطونا سياسات تنفيذيه لهالاستراتيجيه. شو بدكم، كيف بدكم تطبقوها وتحققوا اهدافها. اذا استطاعوا انه ينزلوا على الانتخابات بتبني الافكار الموجوده بالاستراتيجيه ويوضحوا لنا السياسات التنفيذيه تبعتهم، احنا معهم. صحيح. تسلم. كل الشكر، كل الشكر استاذ نوزت أبدة. استاذ امجد تفضل. يعني بدي احكي لكل المرشحين ولكل الاعضاء الهيئه العامه، الاسره الشركسيه على نفس بعد المسافه ما بين كل المرشحين، لا نقف مع شخص ولا مع كتله ولا مع اي جهه، احنا ننظر للبرامج ومدى قناعتنا فيها كافراد في الاسره وليس كاسره بشكل عام. شكرا. ان شاء الله. مره ثانيه شكرا جزيلا للمشاركين معنا في هاي الحلقه، الاستاذ نوزت أبدة
والأستاذ أمجد لمبز والأستاذ دانيال قرش. كل الشكر لتواجدكم، وأعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحضوركم وتفاعلكم معنا. شكرا لجهودك. الحلقة القادمة راح تكون يوم الثلاثاء القادم 27 أيلول، راح نلتقي فيها مع السيدة الفاضلة لينا مولا والأستاذ ممدوح باشا نباس والدكتور أحمد بوران. لكم منا أجمل الأمنيات وطيب وأسعد الله أوقاتكم. شكرا لكم. على خير، الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية.